ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ الحمد لله. ده مشهورة أوي. مبدئيا انا عاوز اشكر الناس كلها، الناس اللي شرفتنا وسمعت الحلقات. انا سمعت كل فيدباك جالنا، والحقيقه اتبسطنا جدا بالفيدباكس اللي جت على الحلقتين اللي فاتوا. حابب اشكر الناس، حابب اشكر ال 96 واحد اللي شافوا الحلقه بتاعت استاذ سامح لحد دلوقتي، ال 105 واحد اللي شافوا حلقه استاذ محمد امام الجزء الاول. بجد كل الاراء الايجابيه والايجابيه اللي جات لنا حاجه في منتهى العظمه. انا بشكركم جدا، واي حاجه جات لنا عشان نطور من المحتوى بتاع البرنامج احنا حاطينها قدامنا، وباذن الله هتبقى خطوه في اللي جاي. انا معايا تاني استاذ محمد امام عشان الحلقه المره اللي فاتت احنا لسه كان عندنا نقط كتير نتكلم فيها، وكان يعني الحلقه كانت مليانه، فعشان الحلقه طولت وعشان احنا لاسباب في التصوير وكده، فقلنا قررنا ان احنا يكون في جزء تاني، فهنفصل بينهم بحلقه، والحلقه دي هتنزل بعدها باذن الله. ف ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله. خلينا ابدا معاك بدايه غير تقليديه. يعني انت راجل مدير، صاحب بيزنس، الحمد لله الحمد لله، راجل في بيتك. فالناس كلها بتسال يا محمد انت عملت ايه؟ انا جاي النهارده اقول لك انت عامل ايه. يمكن انت هزرت معايا في الموضوع ده من يومين وضحكت يعني خلينا نبدا. لا بجد، يعني كان زميلي الاستاذ انس بخش، اللي هو البودكاست الكبير بتاع اي بي، فدايما يبدا البودكاست بشكل جد جدا، يقول لك انت عامل ايه بجد؟ يعني مش انت عامل ايه معروف بقى، الحمد لله، انت عامل ايه بجد؟ فتلاقي الشخص اللي قدامه اتاثر بجد، تلاقي بقى في خزان احزان، يبقى ممكن تركب حاجات كتير قوي. فانت عامل ايه بجد من غير هزار بس؟ بص، هو الحمد لله طبعا دائما وابدا راضيين يعني. ده الرد البديهي اللي لازم يتقال، سيمبل. ولكن هو يعني انا في فتره بقيسها ان هي دي فتره تحديات يعني. بس فخلينا نوصفها بالتحديات يعني. تحديات على مستوى البيزنس الجديد، على مستوى اثبات في الشغل القديم، تحدي وجود مالك ابني والتربية معاه بأنه بيكبر يوم عن يوم فبيحتاج معاملة مختلفة، فهو تحدي. تمام زي الفل. احنا دلوقتي حابب اتكلم معاك. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت في ان انت استاذ في الهندله جامد يعني في الموضوع ده، وبحسك بتتعامل مع الهندله زي ما بتتعامل مع الكوره. يعني انت اي كوره بتجيلك يعني انا لعبت معاك واتفرجت عليك كتير، فانت اي كوره ايا كانت قوتها وايا كان ارتفاعها بتستلمها. فانت اي مشكله وايا كان الشخص اللي قدامك بتهندله. انا جاي لك بقى في سؤال تخصصي شويه. هل انت مبدئيا انت عملت حاجه ليها علاقه ان انت كنت بتقعد تعين ناس او كده، ولا انت الناس كانت بتجيلك جاهزه هيبداوا شغل معاك؟ يعني كنت صاحب قرار انت تعين حد قبل كده؟ مش بشكل مباشر، بس ممكن كنت أرشح حد عن طريقي فيكون ليه الأولوية إن هو ينزل يعني. تمام. لا انا بتكلم انت تقعد تعمل انترفيو. في المدة مش كبيرة يعني. تمام. طب انت في حاجه معينه بتدور عليها في الشخص ده غير ان هو يكون شاطر في الحاجه اللي بيعملها؟ بيبان من كلامه، ودي مش بتبان 100%، ولكن فكرة السوي اللي اتكلمنا عليه ان هو يكون شخص سوي، ما بيكونش مثلا بيذم في الشركات اللي مشي منها. بيبان في شوية تفاصيل صغيرة كده. هل هو شخص لما يجي هيكون داخل في بيت عمل صالحة، او ولا هيجي يكون دار عليا؟ فهمتك. بس. طيب. وطبعا تكنيكال ده مش بيبان، لان في امم ناس ممكن تقول لك انا سينيور وهو اصلا قامته مش جونيور حتى، ودي موجودة يعني. بياعين يعني. بياعين، الانترفيو ليه طريقه برضه. ماشي قشطه. طيب هل بيفرق من ولد لبنت؟ يعني هل انت ليك مواصفات معينه لو هتختار بنت ولا واحد؟ بتاع القضيه. انت قريتني يعني. انا اصلا انا جيت خدت مقدمه كده وبنزل يا عم عشان اوصل اللي انا. الشغل مع البنات ليه طابع مختلف خالص يعني. مش عايز الناس تزعل مني، بس الشغل مع البنات مهلك جدا. خلي بالك، بحب اشتغل مع الرجاله. بحب اشتغل مع الرجاله اكتر يعني. ماشي، على ان اصلا انت بتحب تشتغل على الرجاله. انا بتكلم، انا دلوقتي بقى ايه جاي لك في هندله البنات في الشغل. انت بتتعامل معاهم ازاي مبدئيا؟ يعني مثلا انا على سبيل المثال حصل موقف ما في شغلي، فكلام عادي جدا ورتم هادي جدا، البنت سابتني وراحت تعيط.
بدون ده حاجه. بيحصل. لما بنسال بقى ايه الاسباب، فمفيش اسباب بتتقال. هو كلمني بطريقه مش حلوه، يعني الطريقه مش حلوه دي ان انا مثلا ما ابتسمتش وما ضحكتش، دي أيوة، كده أيوة. طريقه مش حلوه. انت بقى، انت بما انك حريف في الهندله، انت بتعمل ايه؟ دي بتبقى صعبة أوي، دي عايزة بس بتعملها. عايزة حريف يعني أوي انا أوي. فاكر لك، انا فاكر فيديو كان ليك انت، ان انت سبت قسم كنت رايح قسم تاني، مش رايح شركه تانيه، الناس وقفت وكانوا بيعيطوا وانت ماشي من القسم. خدمة العملاء فعلا. اه كان معايا تيم وتورتايه وكانت قصه كده. 7 بنات. رحت انت سبتهم اسبوع لا انا رايح فين؟ أيوة، حقيقي. بس الناس كانت بتحبك، فده معناه ان انت الى حد ما اغلب الناس ايه، مجمعه عليك، وانت اصلا قصه خدمه عملاء فبنات بقى، فبنات هو يعني بقول لك زي ما هم صعب، عشان برضه نمسك الموضوع من النص. هم زي ما الموضوع صعب بس هم برضه سهلين لان هم عاطفيين. يعني انت ممكن بحاجه بسيطه جدا تكسبهم، عكس الراجل بيحتاج منك فعل، ما بيحتاجش منك. انت ممكن تضحك على البنت بكلمه كويسه، مش بتضحك عليها بمعنى وحش، أيوة. بس ان انت ترضيها بكلمه معينه كويسه تلاقيها بقت معاك يعني. فعلى قد ما هم صعب الموضوع، على قد ما هو برضه فيه نوع من السهوله يعني. فدول يعني ممكن كسبتهم بالشكل، ممكن تعزمهم على حاجه بسيطه مش عارف ايه. وطبعا يعني مع اعتبار كامل للحدود، عشان انا مش بقبل ده لحد يخصني، فانا مش برضو بعمل ده مع حد غيري يعني. فبس معلش قصدك ايه بموضوع الحدود؟ الحدود دي يعني انا لو ليا لو يعني ليا زوجتي تشتغل في مكان، فمش هبقى قابل ان استاذ فلان بيكلمها بشكل معين مخالف بره حدود الشغل، حتى ولو كانت نيته خير. هو في اطار بيحكمهم تمام، بعيد عن انا مش زوجتي مش بتشتغل يعني. بس انا ده كنت برضه بخلي بالي منه، لان البنت اللي بكلمها ممكن تكون مخطوبه، ممكن تكون متجوزه، فلازم اراعي ده كويس جدا. ممكن تفهم حاجه تانية بعيد عن فهمها، انا بحط نفسي مكان الشخص اللي قصادي. لكن تفهم حاجه تانية دي ممكن لو هي شخص حر، بس دي قصه انا بتكلم. طب فاكر موقف معين، فاكر حاجه الموضوع كان صعب وانت، او مش صعب، مفيش حاجه صعبه عليك يا حبيبي؟ لا بس في والله. طب قول يا عم. لا بس يعني قول معاك. يعني فانت يعني احتاج منك مجهود او احتاج منك ذكاء معين، يعني ايه لقطه كده معينه، يعني تحتاج تعمل حاجه كده عشان ايه؟ لو ذكرتها تبقى فيها من يعني، وهي دي كانت عملت حاجه حلوه فذكرت اللي انا عملته كخدمه يعني. هو كان موقف لمجموعه بنات، فعملت موقف معين رضاهم كلهم، بس ذكره هيكون فيه نوع من المن يعني. ما نعرفش مين البنات. هم لو سمعوا يعرفوا الموقف اللي انا كده ده طلعت اقول اللي عملته. لا ده هيتبسطوا ان هم معانا في البرنامج. تفتكر؟ هم كان في مجموعه من البنات، هم البنات شغلهم مختلف عن الرجاله زي ما قلنا، فممكن تلاقيهم بيتخانقوا مع بعض خناقات شخصيه وتدخل طبعا في الشغل لا داعي لذكرها. فهم كانوا عايزين ياكلوا من مكان معين، فقلت انا المره دي عندي الاكل ده، ودي فرقت معاهم اصلا عموما بقى، مش في الموقف ده، عموما في التعامل بعد كده. فقلت لا انا عندي الاكل المره دي، فهم اصلا بيتكسبوا بحاجات اسهل مما تتخيل، ان هي عكس الراجل اكيد مش تكفيه في عقلانيه اكتر. مش تكفيه انك انت تاكله، ممكن تكون بتضحك عليه او بتعمل معاه موقف وحش يعني. فمن ساعتها هم بقى بداوا يكونوا قريبين، لانهم خليتهم يقعدوا ياكلوا مع بعض اجباري، وفهمتهم ان هو انا مش هيكون عاجبني غير ان كنتوا تكونوا مع بعض. ففعلا من بعدها هم بقوا مع بعض بشكل كويس، وان كان في حاجات خفيه بس كانتش بتوصل لي، لان انا دايما اي بنت بتيجي تكلمني في اي موضوع بقعد حاجه شخصيه، معلش انا اسف والله ما اقدرش اتدخل، هي حاجه شخصيه بينه وبين واحد صاحبي، حاجه في الشغل مشكله بسبب الشغل، قالت عليه حاجه وحشه في الشغل فببدا اتدخل. بس ما بتتطرقش بره. هو دي جمله مشهوره يعني، هو مش بزايد، هم عارفين. على ذكر العلاقات او مش العلاقات اللي بيتم ممكن خارج اطار الشغل انت دلوقتي تيم ليدر في تيم، ولقيت عصفورين حب تمام. انت بتعمل ايه بقى؟ يعني انت ساعتها انا بيبقى الموضوع اصلا تحسه مكهرب، يعني انت دلوقتي مثلا هتيجي توجه لها كلمه فتلاقي بقى في واحد بيطلع نار. بص ما قابلنيش وانا كنت تيم ليدر، ممكن اكون شفتها وانا بعيد. طب شفت بقى، يعني انت احكي لنا. لا دول مستفزين جدا. مستفزين جدا يعني. انا واحد من الناس خطبت من الشركه، شفت خطيبتي برضو بره الشركه وعرفت انها شغاله معايا، فقلت لا هي دي اللي هتجوزها. فالموضوع ما كانش عابر يعني او جه كده، فهي كانت معايا في الشركه، فما كناش بنتقابل غير وقت الاكل وان قعدنا ناكل مع بعض، غير كده ما كانش بعض والله، ما بتسلمش على اي حد. فده حقيقي مش بزايد برضو. ممكن
ممكن كنا مثلا نروح مع بعض بس برضه كله خارج اطار الشركه، فبعيدا ده غلط يعني بس المهم ف فاقول معاه فالشاهد ايه ان انا اصلا ضد الفكره دي خالص. دي علاقه مالهاش علاقه بالمكان اللي انت فيه ايوه بس شغلك انا يعني. اقصد الظروف ممكن توصلك ان هو إن بقى في اتنين وصل بشوف الكلام دلوقتي بينهم فعلا. ان هم خلاص هيرتبطوا، او ان هم باينين، او ان هم بيحبوا يعني، بعيد عن عبثيه ان هم بيبقوا مقتنعين ان مفيش اي حد يعرف، وان احنا مخبيين والموضوع سري جدا والناس كلها بتبقى كاشحه الموضوع. ايوه ليه واحد صاحبي شغال معانا فعلا يعني هما يعني هو خطيبته سايبين بعض غالبا من كتر ما بيعرفوش بعض. انا بقول مثال حلو يعني. ما في ما عمري ما شفتهم مع بعض، عمري ما شفتهم بيتكلموا صدفه حتى في الشركه. بقعد اساله يا ابني انتوا الدنيا بينكم كويسه؟ يقول لي اه مثلا ان شاء الله نتجوز الشهر كذا ان شاء الله قرب مش عارف ف... يعني ما ففي نماذج في ناس تانية مستفزه طيب جدا. اداريا انت لو اتحطيت في موقف زي ده تفتكر ممكن تكون هتعمل ازاي؟ اللي هم اتنين معايا في تيم واحد يعني. عشان ما لو انا جات لي فرصه مبدئيا اخليهم كل واحد في تيم هقدر اعمل كده. لو انا مثلا في اكتر من تيم فاستاذن تيم ليدر تاني ان هو ياخد ما بيكونوش في تيم واحد لان تلقائي هيتاثروا. ولكن ان كنت موجود في الاثنين فهفهم الراجل يعني هروح للراجل اولى ان افهمه ان لازم نفس العلاقه الشخصيه وانت اكيد عارف اسلوبي او عارف طريقتي فانا اكيد مش هاجي عليه بشكل ما فيفضل ما تتدخلش هحاول اتكلم. مفيش بقى فيروحوا يتجوزوا ويسيبوا الشركه. عجباني كلمه قلتها ممكن تكون انت مش واخد بالك منها، بس انت بتقول هو عارف طريقتي وعارف اسلوبي. هل انت في حاجه معينه بتنتهجها لما بتيجي تتعامل مع شخص في البدايه، ان هو يفهم ان محمد امام ليه شخصيه معينه، ليه طريقه معينه، ليه حدود معينه، فبيبدا هو يتعامل على اساسها، مش انت ما بتبقاش انت الشخص مثلا اللي هو ايه انا في وسط المجموعه دي او مش انا في وسط المجموعه دي، او انا مثلا الناس دي بتتعامل بالطريقه الفلانيه فانا هتعامل زيهم، الناس بتتعامل بالطريقه الفلانية. انت ماشي انا ليا طريقه فاللي بيتجمع حواليا بيتعامل بطريقتي صح، ده انا فاهمه. بالظبط. انت بقى بتعمل حاجه عشان الناس دي عارف انت ايه يعني، كيف تكون كاريزما في 3 ثواني مع محمد امام؟ لا بص ان شاء الله نكون احنا اقل من كده بس هي زي ما قلت لك قلنا ممكن في الحاله الاولى ان هي الانطباع الاول يدوم بس فهي برضو بتتمحور انا بقى حوالين انا بستعجب حاجه يعني، انا مثلا انا كشخص بقعد احسب حاجات كتير وبقعد احط ديتيلز وخطوات، انت الموضوع دايما سهل، هي الحاجه بسيطه هي كذا. كل حاجه ليها حل والله. لا انا عارف ان هي ليها حل، بس انا اقصد ان انت ايه، انت ملخصها هي كذا. هي مش محتاجه. افتكر ان احنا بندخل مع بعض في اكتر من شغل يعني. فتلاقيني مثلا برد عليك حاجه بجمله مثلا انت ممكن مثلا بتحتاج انك تعمل 10 خطوات عشان تروح للجمله فانت عشان كده بتقول الجمله دي. برضو نرجع لتوفيق ربنا وممكن عشان انا مريت بالموقف ده فعارف مثلا عارف نهايته ايه. لا انا بتكلم مش شطاره يعني مش شطاره على الاغلب وهي بس زي ما بقول لك تجربه الموقف وممكن يكون عشان ده في طبعي اني انا بحب البساطه يعني فانا عايز نجيب من الاخر في الموضوع او نجيب من نهايه الموضوع. تمام. استكمالا لقصه العلاقات، انت بتشوف اصلا شغل البنات ايه يعني، انت بتشوف شغل البنات يعني دار على المجتمع. دار على المجتمع فعلا مش الرأي ده ترجع ملكيته للضيف محمد امام. مش يعني انا ده رايي الشخصي المتواضع يعني ممكن الناس هتزعل مني او البنات اللي بتشتغل ولكن انا بشوف ان هم يعني هم شاطرين ودورهم كبير جدا في بيوتهم اكتر والله ده متقلل منهم. ولا بقى موضوع مثلا الكوميكسات تنزل المطبخ والحاجات دي والله انتوا شاطرين في المطبخ فانت كده شاطره زي وانا في الشغل. ما انا وانت مش شطار في المطبخ يعني، انا وانت لو قعدنا في البيت هنلوص. انا ده حقيقي انا بقعد في البيت فعلا دي مش بتاعتنا. مش بعرف مثلا متزوج دلوقتي بقعد بملك 10 دقايق هطلع انا هو في المسامح كريم. ف لكن هم بيعملوا دور جبار ولكن هم مش مدركين ده ومش كلهم طبعا على الاغلب مش مدركين ده. هم بيبقوا فاكرين ان هم مش بيأدوا خدمه عظيمه يعني للمجتمع فعلا. ما هو لو كل السيدات قعدت في البيت وأدت دورها ده حتى بيتقال بهزار ده لو كلكم قعدتوا في البيت ده احنا ممكن نقبض الفلوس اللي انتوا بتقبضوها فنجيب لكم الاكل اللي انتوا عايزينه هي والله ممكن ده يحصل بشكل ما لو كل الناس شغاله. خلي بالكم الناس شغالين قريب
ساوي عرابي صح؟ سعد زغلول. سعد زغلول صح. فهم قبل كده ما كانش في حاجه اسمها شغل لوحده. طيب تفتكر ده جه منين؟ يعني وعي المرأة. تدخلنا في حته لا بجد دخلنا في حته صعبه وبتخسرنا جمهور لا يعني احنا بندردش عموما، وهيجي ضيوف تانية بتقول عكس كلامك او ايا كان يعني، فاحنا بنكفل الرأي والرأي بتاع يعني احنا مش تصدق يعني عشان برضو نمسك العصا من النص. نمسك عصا من النص. يعني احنا عاوزين نقول، انا مثلا او انا يعني هستدرج محمد امام ان هو يقول ان احنا ان هو الموضوع ما وصلناش لده مش عشان هو قناعة الراجل ان هي الست المفروض تقعد في البيت، وقناعة الست لا ان انا زيك، لا هو احنا في حاجه اتلعبت فيها، يعني احنا عندنا اساسات اتلعب فيها. مظبوط. فابتدينا بقى الناس تبدا تشوف حاجه تانية، يعني اللي هو في تطلعات تانية. مظبوط. في حين ان انا معايا شخص في الشغل، احنا كنا قاعدين بنتكلم بعد ما تتجوزت لا مش عايز اتجوز، مش عايز اشتغل. وانا شفت ناس كتير كده، يعني هم بيشتغلوا ليه؟ وقت فاضي، بصرف على نفسي مش عارف ايه، بس هو يجي وانا مش هقعد في البيت. يعني هو فعلا الموضوع مرهق ليهم. وفي نفس الوقت مش دي الفطره اللي هم مقبولين عليها. يعني لا، انا فطرتي ان انا انزل في الشارع واتلطم واتخبط وتك تك تك، وهي فطرتها ان هي ترعى. يعني هي من يوم ما بتتولد، انا عايزه اكون من يوم ما بتتولد هي نفسها تبقى بتطبطب وتدادي وتحايل، وهي عندها من طولة البال وسعة الصدر ان هي تستحمل ده وتأدي فيه بأداء مبهر. عكس الراجل هو بينزل تحت بقى يخبط ومش عارف ايه، محتاج اللي يحتويه. مظبوط. تمام. جالنا منين بقى الحاجات؟ احنا الناس يعني او المجتمع بتاعنا او احنا ستاتنا اتلعب في دماغهم منين بقى؟ فهمت سؤالك. بص، هو السوشيال ميديا خلينا اقول ده الرد. السوشيال ميديا ازاي بقى؟ انا بشوف ان مثلا على الانستجرام بيبقى فيه مثلا بلوجرز، فهم بيعملوا ايه؟ بيصوروا عيد الميلاد ومش عارف ايه، وجاب تورته مثلا 10 ادوار فواحده غلبانه ساكنه في، بلاش اقول منطقه عشان كل المناطق، ساكنه في منطقه بسيطه جدا وعامله مش احنا كارت فكه وبتتفرج على كده وزوجها طبعا او فهي وهي بتشوف الفيديو كده جوزها داخل عليها بيقول لها حضري الاكل وهو مثلا معهمش فلوس مثلا لظروف معينه، هي بتبدا تشوفه مقصر. طب هو ما عملش حاجه، ولا الطريق كان الطريق، ولا كانت القصه هي القصه، ولا كانت ظروف هي الظروف. ومين قال لكم ان اللي طلع في الفيديو ده هم دي حياتهم اصلا حلوه؟ يعني ممكن يكون طلعوا بفيديو صوروا منه الايجابي وطلعوا بيه. فهي الاساس بقى من السوشيال ميديا. طبعا هتقول لي الواحده شغاله من بدري، بس بقول لك الموضوع زاد بقى اكتر دلوقتي، ومسلسلات بقى ليه لا، وحاجات كتير كده حاجات كتير في الاتجاه ده فهم بيتاثروا يعني حتى هي في اللاواعي. ليه لا؟ انت بتقول ده اجزاء، وكل جزء هو جزء بيدعم المرأة. يعني هو معمول عشان يدعم المرأة بالظبط. نعمل تحت الوصاية، يلا بينا ندعم المرأة. حتى الحاجة اللي هي مش بتسلط الضوء على المرأة تحديدا، فهيكون في شخصية احنا هندعمها برضه، هتكون في مرأة بندعمها بالظبط. فخليني بقى اقول نقطة تاني اضيف على اللي انت قلته، ان اللي وصل الستات ان هم يكونوا، او يعني جزء منهم يكون مش راضي، او ان هو يكون ضعيف قدام الكلام الغربي المنمق حوالين حرية المرأة والمساواة والكلام ده، ان حصل من جزء من الرجالة حصل تحقير او انتقاص من دور المرأة. مظبوط. يعني ان هو ابدا احسس ان ما بتعملش حاجة. بص، هي اتبعت كده. هي اتبعت كده ان انتوا دوركم مش مهم، تعالوا بقى اوريكم انتوا بتعملوا ايه. بالظبط. مع ان انا هقول لك حاجه، خلينا بقى نمسك عصام من النص عشان بالزبط. نرجع للحته بنمسك عصام عشان ايه؟ عشان احنا الدنيا بدات البنات ما تزعلش مننا. انا مع كل بنت عندها هوايه معينه. مثلا واحده بتحب الرسم، مش عايز اسمي، بس خلينا نقول مثال عشان محدش يقول لي يعني ايه هوايه. تحب الرسم، فلو هي مش بتنزل تشتغل شغل روتيني، تروح مثلا تشتغل في شركه ايا كان المسمى عشان برضو ما يبقاش في مشكله، بشكل روتيني من 9 ل 5 وبتجيلي تعبانه وكده، انا مش عايز ده. لكن لو هي مثلا بقت عندها معرض للرسم، مش بتشتغل بشكل ثابت ومع ناس ومع استاذ فلان واستاذ علان وبنفطر مع بعض وده مديري، لا، هي بتشتغل في حاجتها الشخصيه، انا هكون داعم ليها جدا.
ومش رسم بس، مع كامل الهوايات، حتى ولا دكتوره بس عايز تفتح عياده، ايا كان التفاصيل، الهوايات كتير والكارير كتير. عشان تقول لك انا عايز ابقى ليا كارير. طب قولي لي هوايتك ايه وانا اساعدك، بس ما تنزليش شغل كل يوم الساعه 5. لو انت نازله عشان فراغ، فانت ان شاء الله ممكن اولادك يملكوا فراغ، ولاد عشان الفلوس فده دوري انا بس. فالست خلقت لتعظم، وربنا خلانا قوامين عليهم لكده، مش عشان احنا نبقى ارجل منهم. انا مؤخرا بستخدم مثال، لما بتكلم مع حد قريب ليا يعني بستخدم مثال. فكنت بسأل أسئلة ومستني إجابات. هو الملكة بتنزل تمشي لوحدها؟ لا خالص. طيب، هل الملكة بتنزل تشتغل عشان تجيب فلوس؟ لا طبعا. طب الملكة لما بتمشي في موكب بيمشوها في وسط الناس عادي؟ لا ما مشوهاش. طب هل هي في البيت يعني هل اللهم صل على سيدنا محمد. فاحنا هم بيعاملوا معاملة أشبه بمعاملات زوجات الملوك. على فكره ده تشبيه والله بقوله لزوجتي، والله بقول لها كده، انت ملكه، انت صاحبه بيتك ده، وانت ملكه البيت ده. في الف اعملي فيه اللي انت فانا لما اساعدك ان انت ما تنزلي ما تحتكيش بالناس، انا ببروزك. يعني انا ببروزك وبحطك في حاجه كده ايه، قطيفه، في علبه قطيفه. مش بخبيكي، لا بخبيكي، لا بخبيكي اسمه هنا. ايوه مش صح، بخبيكي دي بالمعنى ما فيهاش مشكله. السيء، بس اللي هو انا بحافظ عليكي. يعني انت اي حاجه بتتشاف في وسط الناس يعني هو، وده اسعى على اي حاجه قيمه. يعني مثلا انت الالماس ده، مش عارف بالظبط متكفن ومش عارف بالظبط. ومتشال. مش بيفهموه كده. يعني انا من تجربتي. ما هي البيعه في ايه، او ان ممكن يحصل ايه. يعني مثلا اللي بيحصل ان هو انت الموضوع اوقات بيجي، يعني في ناس بتقول لا هو لازم تعملي كده، لا هو ما فيش كده، فالممنوع مرغوب. فبيتحول من ان انا بحافظ عليكي للممنوع مرغوب. فبدل ما انت اصلا انت بتيجي على نفسك عشان تعمل ده، وبتضغط نفسك وتشيل نفسك مسؤوليات زياده، وفي نفس الوقت هي مش واخده بالها. هي برضو بتفرق. انت هي فاهمها ازاي؟ هي فاهمها كده ان انت مثلا كبتها بشكل معين. هقول لك نصيحه، ان اول ما اتجوزت، فطبعا اول ما اتجوزت اكيد تجربه زي اي تجربه شغل او زي تجربه اي حاجه، بكتشف. ليا صديق اسمه اسلام سيد قال لي جمله اتعلمتها منه. قال لي انا اتعب على عيالي ما يتعبوش عليا. ممكن اكون انا مش ذاكر النص بالظبط، طب بس معناه عشان انا معناه ان انا اتعب عشانهم، مش هم اللي يتعبوا ويجروا ورايا. انا اجري مثلا وراهم وهم ما يجروش ورايا. حاجه في الصميم ده معناه ان انا اتعب عشانهم، ما اخليهمش يتعبوا علشان تصرفاتي او يتعبوا مني. فهمت. فقلت له فهقول لك انا مثلا تجربتي بقى من الزواج. انا اصلا ما اعرفش اغسل معلقه مثلا في المطبخ، حرفيا ده حرفيا بدون مبالغه. فطبعا قابلتني ظروف ما ينفعش كده. مثلا حاليا انا بشتري مثلا طلبات البيت وكده، ما ينفعش دلوقتي تنزل. في البدايه كانت فاهمها غلط، فهو تبقى فاهم ان انت كده لا انا كده حميك من الشارع. كنت دايما اقول لها مثلا جمله ايه، خلي بالك الشارع وحش، للاسف يعني. فكانت ما كانتش تفهمني خالص، لحد ما شافت موقف واتنين، ولحد ما جت قالت لي لا الشارع وحش. ده حقيقي، بعيد عن ان لسه ممكن يكون في عند طبيعي وده بيحصل، ولكن الحقيقي بتبين احنا ادرى واحنا في الشارع. فصدقني احنا بنعمله كل ما هو الا، خلينا نقول له بين قوسين، حمايه ليهم بس، حمايه ليهم ومظهرهم، لان هو كائن ضعيف. وكائن ضعيف دي جميله. انا اصلا ما بحبش الست اصلا دي يعني تدخل النار دي يعني من نقطه ضمن قوه. لا انا بتكلم يعني ان هو في حديث ضعفهم عن نقطة المراه قوة بجد. المترجله ان هي تدخل النار حرفيا. فلو انت قويه فانت راجعي نفسك اصلا. لو انت واحده قويه راجعي نفسك. المراه خلقت ضعيفه، ومش معنى ان هي ضعيفه ان هي هتكون هي كده وحشه. بالعكس، اصلا احنا كرجاله بنحب المراه هي الضعيفه نقطة يعني. قوتها في ده. نقطه قوتها. هو خد بالك الحوار ده كان بيتاخد ترند يعني مؤخرا مع الحركات النسوية والكلام ده. قال لك نقطة هو فعلا يعني هي النبي اصلا خلقت من ضلع اعوج. لو حاولت تقاومه هتكسره. جميل. الشيخ ابو اسحاق كان بيتكلم في نقطة، كان بيقول لك ان الست الذكية هي تقدر تدير دولة. يعني هي حقيقي تقدر حقيقي. تدير دولة من غير، تقدر تدير دولة لأن هي هتتحكم في قرارات جوزها. والأذكى بقى الست اللي هي الأذكى اللي تقنع جوزها إن هو بياخد قرارات، وفي نفس الوقت هي اللي تبقى بتمليه. مظبوط. يعني أنا مش بقول ده عيب في شيء، بس هو أنت تقدري تعملي حاجات كتير. يعني هو أنت الموضوع مش مقتصر زي ما أنت متخيل كارير هو بس للاسف هي فكره ان انا ببص على غيري يعني خلينا هي انت قلت في اللي ذكرت مثال المقارنه، بس مقارنه في سياق خاطئ.
يعني هي بعيد يعني بعيد كل البعد عن الواقع. ما تقارنيش باي حاجه، ولا مثلا حتى ولو اختك ممكن تكون ظروفها مختلفه، ولو قريبتك، عشان دي بتتقارن في بدايه الجوازات. في جوازات بتبوظ عشان فلان عايز مثلا يجيب حاجه شبه فلان. طب ليه؟ ما انت اشعر ممكن اصلا يجيب احسن، بس انا عايز زيه. ده بيحصل يعني. وهم من عندهم دي حاجات بتحصل كان للاسف، ليا تجارب يعني لا، مع البنات. لينا واحد صاحبنا كان بيتكلم ان هو التليفون في البيت، كل بوست او كل فيديو بمشكله. يعني انا كل حاجه بشوفها فانا محتاج اشتريها، بالظبط. فدي نختلق بقى مناقشه، لا ده احنا نقعد بقى. ده طبيعي يعني. برضو انا مع زوجتي اكيد فقال ما فيش موبايلات في البيت. ما بتنزليش حاجه ليه؟ فاهم؟ هما بيبقوا شايفين مش ده مثلا فلان بينزل لفلان. انا عمري ما انزل حاجه. انزل حاجه تخصك انا ليه عمري يعني؟ ما يعني ليه مثلا احبك على الفيسبوك؟ ما انا ممكن احبك على الفيسبوك وفي البيت ما اكونش الشخص ده. تصدق انت بتقول حاجه جامده قوي. يعني انا لسه قاري مش دراسه، يعني خبر عن دراسه اتعملت عن الناس اللي بيعبروا بحبهم على السوشيال ميديا. جابوا الدراسه مين؟ مثال في الكوره، بس هو بيعكس اللي انت بتقوله. ميسي، سواريز، نيمار. قال لك الاستشهاد ان في الاغلب ان اكتر شخص بيتكلم عن حبه لشيء او بيحاول يماركت حاجه هو بيعملها، ده في الاغلب هو اكتر شخص عنده شك في اللي هو بيعمله، فبيحاول يلفت الضوء حوالي ايه، انا هنا اهو انا بعمل ده. فكان الدراسه بتقول ان ميسي اكتر واحد واثق من نفسه كاداء في الملعب، واكتر واحد واثق من نفسه في حبه لزمايله، فما بيتكلمش عن ده كتير، وما بيتكلمش مظبوط. عن الام اس ان مش كتير. محتاج تعمل كده. يعني قعدوا يعدوا البوستات اللي بتنزل على الانستجرام عند ميسي كام اس ان مع بعض، هتلاقي قليله جدا. مين اكتر واحد بيتكلم؟ نيمار. ليه؟ لان هو نيمار ماتش 20 من 10، ماتش 3 من 10. مظبوط. فهو دايما عنده حاله تذبذب وشك. وكمان على فكره عنده مشكله تانية ممكن ترجعنا لنفس الموضوع ده، ان هو شايف رونالدو وميسي، فهو انا عايز ابقى زيهم او عايز ابقى اقرب منهم. فالناس مش عايزه تشوفني، طب ما تيجي. ففي كده على فكره في ناس بيحبوا بعض على الفيسبوك بالشكل ده مخطوبين. فمش بنصح بكده. لو انت تقدر تعمل فعل في واقع افضل من ده كله، لان احنا مش منتظرين نشوف ده، ومش منتظرين حتى نشوف صور يعني خطيبتك او زوجتك. فده برضو من الحاجات اللي انت ازاي انت يا امام؟ انا مش فاهم يعني ايه جواز شرعي اللي انت بتتجوز. يعني انت ما عملتش سربرايز قبل ما تخطب مراتك؟ ما عملتش سربرايز وما تقدمتلهاش قدام الناس؟ يا امام ما تبوظش تقاليد المجتمع. اوضح لها دي عشان بقى اعرف اروح البيت. لا انت ازاي ما عملتش سربرايز قبل الجواز الشرعي مش متناقض مع الحب تماما. انا اتجوزتها عن حب، انا شفتها فلما شفتها قلت هي دي اللي انا محتاجه اتجوزها. هي دي اللي بس اخترتها. بس عملت حاجه مختلفه تماما خالص عن تجاربي. انا للاسف عندي تجارب مع البنات قديمه، منهم مثلا حاجات كان مشاريع خطوات او قرايه فاتحه او كده. فبس ما دخلتش اتقدمت بشكل مباشر. فالموضوع الاخير ده الموضوع الوحيد في تجاربي كلها اللي اتقدمت بشكل مباشر، والموضوع اللي اتفقت فيه. فليه بقول زواج شرعي؟ عشان ده الطبيعي. هو بقى اللي مع الوقت اكتشفت ان هو ده الطبيعي. هو الطبيعي ان انا شفت واحده بدل ما اكلمها من نور اهلها اروح اتقدم لها، وفعلا ربنا ييسر يعني. بس طيب ده نص الجواز الشرعي اللي ملوش علاقه بالحب. شرعي دي احنا كل حياتنا شرعيه. وللاسف شفت برضه دكتور او الشيخ محمد الغليظ قال لك ما ينفعش تربط حاجه بحاجه اسمها اسلام. ما ينفعش مثلا تقول مايو اسلامي، تعامل اسلامي، بنك اسلامي. هو تعامل يعني اكيد نابع من الدين. بنك وتعاملات بنكيه اكيد نابعه من الدين. مايو ما فيش حاجه اسمها مايو، فهو كذا يعني. جامد. عندي سؤالين. السؤال الاولاني، انت دلوقتي ما حسيتش يعني هل عندك انت كمحمد الموضوع حاسس ان انت بعد الجواز بقى اللي هو انت قاعد بتعاني، يعني زي ما الافلام بتمثل لنا بقى ان ايه ده واحد اتجوز صالونات، يا ده بائس قوي، ده حياته وحشه قوي. تعالى بقى نتكلم في حاجه مهمه جدا، وانا بقولها لكل اصحابي اللي بيقولوا لي ايه يا امام الجواز مش عارف ايه. الجواز ده كنت لسه بتكلم فيه قريب يعني. وليه حد صاحبي بيشبهه بالبطيخه المقفوله. انت بتتجوز بتشتري البطيخه ما بتبقاش عارف هي طعمها حلو ولا لا، هي لونها احمر ولا لونها ابيض. نظريه ورقه. نظريه فعلا. فهي انت ممكن انت الشخص بيختلف
في الجواز عن الخطوبه 180 درجه، يكاد تكون بتتعامل مع شخص تاني 180 درجه. هتقول لي ايه ده ازاي يعني بتحاول؟ لا، ممكن يكون شخص احسن بس انت كنتش لامس فيه الحاجات دي، علشان هي ما كانتش بتديك كل الحلو اللي عندها، عشان هي عشان في ضوابط مثلا. تمام، فايه اللي بيحصل؟ فانت بتروح بتلاقي شخص تاني. فانت ممكن لو ارتبطت بيه 10 سنين، اختبت 10 سنين، كان بينكم علاقه ايا كان مسماها ايه المده، هتلاقي الشخص التاني قبلك. انت وحظك بقى، انت وحظك حرفيا. فهتيجي تقول لي الحب ومش عارف ايه. الحب ده مش مقياس لكل حاجه. طبعا في حاجه اسمها حب، بس هو مش مقياس في حاجه. ربنا قال لك الموده والرحمه، فاحنا بنرجع للدين، فالموده والرحمه بتغلب الحب. لو ما فيش موده ورحمه وفي حب مش هيعمل حاجه، الحب ده هينتهي. طول ما فيش موده ورحمه هو بيقل. هو الحب ده عباره عن مقابل واحتياج. انا بديك مقابل، او بعاملك بمثل، فانت بتعاملني بيه. ولكن مفيش موده ورحمه، صدقني بلح. بلح حرفيا، مش هتلاقي اصلا حاجه خالص. فده ردا على هو السؤال. بص، ده ردا على السؤال يعني، عشان مبقاش طولت على الناس. هي فعلا كده، هي الاخر. هتلاقي الشخص اللي انت بتتكلم عليه ده هو اللي كان معاك في الخطوبه. لا خالص والله، حد تاني فعلا. طب عشان بس في ناس ممكن تتعامل مع كلمة المودة والرحمة اللي هو ده سياق ديني قوي يا كابتن إمام، لا مع ان هو ده الطبيعي يعني. بس انا يعني ايه، خلينا نوصل لعقل حد، او هو ايه سمع كلمة المودة والرحمة فالشيطان يحل المودة والرحمة، اين الحب، خلينا نفصصها. انت المودة والرحمة دي بتترجم في التعامل لايه؟ بص، هي الرحمة تحديدا، بعيد عن المودة يعني. الرحمة تحديدا هي من أعظم الصفات فيه. حتى هم البنات عموما، ما تقولش دين، أنا هتكلم عادي. وكمان أنا كمحمد إمام مش شيخ بقى، ولكن بنعمل إن نكون كويسين، بنتعلم، فبنتعلم من أخطائنا. فهو إيه الرحمة؟ إيه بتساوي إيه؟ إيكوال إيه عند البنات؟ إنه راجل حنين. هو ده مفهوم. انت هتلاقي مثلا، تعالى اسال اي بنت كده، قول لها ايه اكتر حاجه بتحبها في الراجل، هتقول لك انه يكون حنين عليا. هي دي الرحمه في الدين. في الموده هي بقى دي اللي جايه من الحب. موده يعني حب جايه من الالفه. فالموده دي يعني المعامله الطيبه، الكلمه اللي هي الكلمه الحلوه اللي بتقولها لها. وبرضه هتلاقيها بتساوي شويه مصطلحات عند البنات لما بتيجي تقول، او عند الرجاله لما بتيجي تعبر عن الحب. فصدقني هي والله ما بعيده اصلا، هي بس احنا مع اختلاف المسميات يعني. جامد. اتمنى اكون رديت رد مختصر يعني. طب بتعكس التفاهم برضو ان انتوا تكونوا شخصين لا، دي قصه، دي حلقه عايزها حلقه. دي تفاهم، دي قصه كبيره يعني. طب هل انت يعني باذن الله اتمنى كنت كانت تجربتك الحمد لله الحمد لله تمام، هل انت عملت ايه في الاختلافات اللي ابتديت تكتشفها في بدايه الجواز؟ بص، هي بتبقى صعبه جدا، لان زي ما قلت لك بتقابل شخص جديد خالص بقى. فهتلاقي انت مش في ابسط الحاجات. مش انا مثلا بحب اللبن بس، هي تحب الشاي باللبن بس. تعالى بقى هنفطر ايه؟ ففي الاول كنت تقعد مثلا تعمل شاي بلبن بس، مش هشربه. فانت بس لو جربت تشربه وعجبك خلاص، يبقى انت كده فهمته، فبقيتوا بتعمل ايه؟ شاي بلبن. لا الا انا بحب اختصر بمثال بسيط عشان ما اتكلمش في حاجات شخصيه، ولكن ايه، ده مثال يعني في شبه حاجات كتيره وكبيره بتحصل يعني. لا الا انا رفضت فبدات ايه تشرب معايا لبن، فما حبيتوش. خلاص بقت تعمل كوبايه شاي بلبن وبتعمل لي كوبايه لبن بس خلاص. بس. ده حقيقي، ده اللي حصل. خلاص هي يعني عشان برضو اكون صح، اكيد مش متفقين 100% في كل اكيد. حاجه. فهو في حاجات لازم، ده التفاهم بقى. التفاهم ان احنا نعمل كوبايتين زي ما انت بتاخد خطوه، بتاخد خطوه ان نقرب. انا اجرب مثلا حاجه دي ما نفعتش، هي بتجرب. لا انت بتاخد خطوه اللي هو انا بحاول يعني اهو عشان نقرب الدنيا، الشخص ده بياخد خطوه وهكذا، فالدنيا بتبدا تقرب لحد ما تبداوا تخلقوا نظام حياه بينكم. يعني انا من الحاجات اللي عندي تخوف منها ناحيه الزواج، ان انا في اعتقادي ان انا هتجوز، يعني انا في خيال انا هتجوز براحتي، فجاه انت بتلاقي نفسك ان لا مفيش القصه دي. فجاه انت بتلاقي ان في حد بيجي عليك بسيستم مختلف تماما. طبعا. فانت يا اما تبقى الكابتن قراقوش وتفرض نظامك، فكده انت بتبدا ايه، مفيش رحمه كده. الرحمه بتفرض يعني ما بتكلمش ان انت مش السلطه او السيطره، لا انا بتكلم فرضها يعني، اللي هو بفرض، مش ان انت تفرضها برأفه او بلين ومواد الكلام ده تمام.
ففجاه انت في حد تاني انت مضطر، مش مضطر، انت مضطر ان انت تتوائم معاه وتتكيف مع مظبوط. مع نظامه، وانتوا الاثنين تبداوا بقى تتلاقوا في نقطه ما. مظبوط. انت قلت ان انت بتتعامل مع شخص مختلف تماما حتى لو طالت مده الخطوبه. انت قلت لحد قعدت 10 سنين يعني. الناس بقى بتوع لا كورسات الجواز. خلينا برضو نقول، بس انا عايز اقول نقطه اخيره في التفاهم، ان يفضل لو انت، انا اللي عرضت عليك الموضوع، فيفضل انت الشخص اللي تبدا تتنازل. يعني انا لو قلت لك انا بحب كذا، جربه معايا، ماشي. ولو ما نفعش تعالى بقى اقترح عليا، قول لي طب تعالى نجرب اللي انا بجربه عشان انا ما نفعش معايا. ممكن تجربه ينفع، بس ماشي. يفضل الشخص اللي افتعل القضيه التاني هو اللي يتنازل، لان اللي افتعل بيبقى عايز متشبث برايه، ممكن يكون غضبان، ممكن يكون متمسك بكلمته. دي كده التفاهم، خلينا نقفل. نيجي عند النقطه الثانيه ايه؟ اللي هو المده يعني. المده. خلينا بقى، افتكرت، معلش اسف قطعتك. المده هي طبعا ليها عامل. انت ممكن تقابل ناس ممكن تقعد معاها مده في الخطوبه كبيره وتكتشف مش هي دي مش شرط يعني. مش بقول كده ان هي مش بالكتر، بس انا بتكلم ان انت قعدت 10 سنين ناجحين، ده كان مثال عشان قعدت 10 سنين ناجحين، ممكن تخش في الجواز ما تنجحوش. ملهاش علاقه خالص، ملهاش علاقه تماما 100%. طب هل تنصح بحاجه الناس اللي هي في الخطوبه ان هي مثلا تتعامل بطريقه معينه، او هو يفضل كان- تعرف الشخص، تفضل تعرف الشخص كويس في طباعه. طب بالنسبه وأصلي. اللي هو ايه الهدايا اللي الهدايا الكتير اللي هي عن اول مره اتكلمنا، اول مره لا ده قلت لك ده بحبك ليه اول مسمى مره. يعني، عشان الرقابه. بعزم متشتهين. طيب ما بتحنش ان انت على فكره ده مش مانع ان ما اجيبش، على فكره انا لا بس بحب اجيب الحاجه طول ما انا مش حاسس ان ان انا لازم اجيبها. ويمكن اللي يتعامل عليا سامع، عشان دي مشكله كبيره مش بيني وبين، دي مشكله بيني وبين العيله كلها، اللي هو انت ايه ده انت مش هتجيب. لا احنا بنتكلم على كنت عموما مش زواج بس، انا فاهم، فده عموما. لا وفي الجواز اكتر، لان دي اكتر حاجه ايه، انت ما جبتش لخاطر. يعني خلينا نحكي حته كوميديه سريعه. يعني انا ابويا ليه طريقه كده في البيت معينه، ولما بيدخل لازم كلنا نقوم نقف قصه كده معينه. فلما كنا نقعد مثلا ناكل، انا مش عايز اكل دلوقتي، ابويا نفسه ما عندوش مشكله، ستي مثلا بصوا لي كده، انزل. فانا مش عايز انزل. انا مش عايز انزل، انا متوتر قوي. فابويا فكنت وانا صغير كنت قاعد انزل بقى مع ستي، ما اقدرش اقول لها حاجه، انزل لحد ما بدات والله اروح برضو، طبعا لسه صغير بالنسبه لها، بس ولكن بدات هندلها بدات اروح اقول لها يا ستي بعد اذنك انا مش قادر اكل، فتقولي لي ابوك يزعل مش عارف ايه، لحد ما في مره ابويا خد باله من الزغره دي. قام قال لي مش عايز تاكل ما تاكلش، وانا بقول لك اهو قدامهم كلهم مش عايز تقعد تاكل ما تاكلش، وانا مش ببقى زعلان، انا لو قعدت هبقى مبسوط، ولو ما اكلتش هبقى عارف انك مش قادر، لكن اكيد انت عايز تقعد معايا بس. فهي بقى هي دي ليها علاقه جدا بقصه انا مش لازم اجيب هديه علشان ده عيد الام، انا عمري ما جبت هديه عيد الام، بس اكيد هي والدتي عارفه انا بعمل معاها ايه، دي قصه ثانيه. فمش لازم اعمل حاجه للشباب. ممكن اعياد الميلاد عشان تبقى حاجه سنويه، ومش عيد ميلاد كعيد ميلاد، بس حاجه تذكاريه بتفكروا ان انت فاكره ومش عارف ايه وكده، بس برضه مش بشكل مجبر، لان الشخص مش بيجي يقول لك انا عيد ميلادي النهارده. كسان طيب. لا اللي هي بتوع السينما كده. ما بتحسش ان انت عاوز ترجع تاني محمد امام بقى، انا النهارده خارج، انا النهارده هاكل؟ لا اكيد بحس كده، بس انا يمكن ربنا رزقني باصحابي ان احنا لسه صغيرين، فعندنا لسه من الحماس والانطلاق، ولينا يومين كده بننزل فيهم بتوعنا، او يوم بتوعنا ويوم تاني بنعمل شويه تفاصيل، بس احنا لازم ننزل يعني نلعب كوره يعني. اكيد بحن الايام دي يعني. بس يعني عشان برضو يبقى كلامي مظبوط، عشان الناس بتاخد الجمله وتقول لك لا هو ممكن ياخد جملتي يقول لك مش هتجوز، ايه يا عم ده بعد ما اتجوز عايز يرجع؟ لا هو انت اصلا التفاصيل اللي بتعيشها وانت متجوز بتكون جميله برضه. فانت لو انت اصلا انت اصحابك كلهم متجوزين، فانت مش هتلاقيهم فاضيين لك الاسبوع كله، فالفتره اللي مش فاضيين فيها دي انت هتعاني جامد لو انت فارق معاك الموضوع، يعني مش هتعاني في حاجه، هتعاني ان انت عايز تحس الاحساس بتاعهم بقى مش عارف، فهي ايه لو تقدر تعيش الاحساسين يبقى انت جامد. لا وهو كل فتره في فترته يعني، وكل فتره في فترته بس. خلينا ندخل النقطه الثانيه. انا ملاحظ فيك حاجه، يعني مثلا دي ممكن المحها وانا قاعد بتكلم معاك بس بعيد ان انا اعرفك، ان هو انت كل حاجه
بحس ان انت ايه بتقفلها نقفل فانت عندك ايه يعني شخص الى حد ما حتى الكلام الاسئله اللي انا بسالها لك لو في حد مركز شويه ممكن يجي يقول لك ايه يا عم ده انا معرفه الاسئله من كتر ما انت ما شاء الله طب ينفع اجاباتك حاضره. ينفع نقول يعني نحلف ان احنا مش عارف حاجه فعلا؟ والله العظيم ما اعرف اي سؤال اصلا ومش بيرضي يقولوا لي يعني. لا والله يا جدعان ده وده صحي ليا عشان ما اجيش لا انا كمان انت اقول ان هو طلب ده قال لي يا ميدو لو بتحضر حاجه كده ما تعرفنيش انا حابب ان انا ايه اجاوب قدام ده حقيقي والله يعني. بس انت اصلا الاسئله انا بحس ان انت بينك وبين نفسك حاسمها يعني انت ايه انا عندي نظريه بتروح تجيبها من الفولدر نظريه 65 دي ميزه يعني ردها باختصار دي ميزه كل ده مقدمه للسؤال بجد والله يعني لو لسه هتكمل اسف ان قطعتك بس انا ممكن اكون فهمتك فكمل وانا انت بحس يعني ايه انا بحس انت دايما حتى احنا في بينا شغل فانت التريلو ده انا بحبك تخش تتعامل فيه لان انت ايه بتهندله بطريقه كده انا بخش ادور بكل سلاسه هنا هلاقي هنا هلاقي تحت فانت شخص منظم قوي. في ناس بتعاني عشان تبقى ناس منظمه ازاي نكون منظمين في 30 ثانيه مع محمد ايه ده طب انا فهمت سؤال اولاني خلينا ارد عليه. ماشي. اول حاجه هي ميزه النزول الشارع بدري يعني لو عندي ابن فانت لازم تخليه يحتك الشارع بدري حتى لو انت صاحب بيزنس كبير خليه يشتغل حتى في البيزنس بتاعك او خليه يشتغل بره عشان في ناس مش بترضى تخلي حد يشتغل عشان هو مثلا مرتاح ماديا لا خليه ينزل يجرب صدقني بتفرق جدا في تعاونك مع الشارع. فهتلاقي كل ما تيجي تقول لي موضوع هو اصلا مر عليا في موقف فانا حسمته بنظريه عشان انا لازم اقفله عندي في فولدر بنظريه. فدي القصه فدي نرجع للنظام. خليني اقول لك ان السؤال ده ممكن اكون مش جاهز لاجابته 100% ولكن عايز في برضه يعني انت كده بالفطره كده والله ممكن بص هو كده توفيق ربنا بس انا عرفت اني علشان ما مثلا ما ببذلش مجهود في الحاجه اللي بتقعد مثلا 20 ساعه لو انا نظمتها ممكن تقعد معايا ساعتين او 5 ساعات فبدات اعمل كده في كل حاجه. فهتلاقي مثلا عوز مني اي حاجه في اي وقت هتلاقيني اقدر ارجع للمرجع ليها عشان انا ليا طريقه بسجل مثلا الارقام بتاعت الموبايل بطريقه فهي مساله انك انت لو حطيت لنفسك شكل هو بقى ليه علاقه بالنظام صدقني حياتك هتتحل في كل حاجه. عندك تريكس يعني انت بتتكلم كلام عام ولا انت برضو بتعملها كده يعني انت شفت تريلو اللي كنت بتتكلم عليه انا مثلا اتجوزت على تريلو يعني انا عندي طلبات كتير فهعمل ايه فكتبت طلباتي على تريلو عشان اقدر انفذها ما لو ما عملتش كده مش هنساها يعني عشان مثلا انت كتبت قائمه كبيره قوي وبعدين ابتديت تخرج منها قوائم ثانيه بالظبط فلقيت نفسي ممكن مثلا صحابي عارفيني انا قبل جوازي بيوم قاعد معاهم في الشركه لحد جوازي اول يوم الصبح كنت قاعد ما بعملش حاجه ما فيش حاجه اصلا متعطله عليا كنت بلعب قبل الجواز بيوم وده مش منطقي الناس بتبقى مضغوطه ومش عارف ايه وبيقعد يزعق. انا الفتره دي كنت هادي جدا وكنت عادي وكنت مع الناس طبعا عندي ضغط وعندي حاجات بنفذها بس هي تو دو دوينج مش عارف علامات صح يا صاحبي بعدين والناس بقى طبعا ربنا يجزيهم خير صحابي او اهلي يساعدوني في حيث ان انا اجيب الحاجه يعني مش من حيث دفع المالي من حيث ان انا انجزها يعني فهم كانوا بينجزوا ليها باك جراوند النقطه دي ليها باك جراوند في التربيه مثلا او في البيئه اللي انت كنت فيها ولا انت طالع يعني هل انتوا كبيت كده انا بيت كده يعني ممكن عندي محمود اخويا فظيع في القصه دي بالمناسبه يعني ما كناش عليه هنتكلم عليه بعد الجزء ده ولكن هو فظيع في الجزء انا ما جيش جنبه حاجه تخيل بقى بكل القصه دي ما جيش جنبه حاجه هو حتى نفسه كده كهيئه منظم هو يعني مثلا شعره انا محمود شعره مظبوط محمود غالبا بيعد قبل ما ينزل لا اللي عايز اذكر نقطه لمحمود انا محمود دفعتي احنا معهد واحد وفصل واحد فانا يمكن اصلا اعرفه قبليه محمود امام يوميا بيجي بنفس اللبس يعني هو طبعا احنا في يونيفورم وكده بس يوميا القميص مكوي متني نفس الثانيه مظبوط مسرح نفس التسريحه لابس نفس الكوتش ونضيف بيلمع يوميا يعني هو محمود يعني هو محمود ممكن ما يكونش بيلبس ما بيبدلش في طقمه انا مثلا بقى تلاقيني كل يوم ابدل بنطلون مع هو نفس القميص الابيض بس ابدل بقى بنطلون الكوتشال مش عارف ايه هو بيلبس نفس الحاجه يوميا ولو انت بتشوفه كل يوم هتلاقي كل حاجه بدرجه نظافه مثاليه ده حقيقي ونظام مش طبيعي
ده حقيقي جدا. انا بقول لك هو ما شاء الله عليه، يعني ربنا يدام عليه نعمه، حاجه جميله جدا بتريحه. بس هي حياته كلها شبه بعض، مش كلها شبه بعض. هو بيصحى بيعمل نفس الحاجه بالظبط، وعنده من القدره انه يعمل يكرر الحاجه ده. 10 سنين. انا اصحى كل يوم بشرب لبن، بروح الشغل مش عارف ايه مثلا يعني، وباجي من الشغل بروح الشغل التاني مش عارف ايه، برجع. عنده من القدره يقدر يعمل ده كله لمده كبيره. فهو جامد. ما شاء الله عليه يعني يعني. النقطه دي تحديدا. فانتوا خلينا نقول ان البيت نفسه يعني او اه، ايه. البيت طبعا، وابويا برضه عنده من النسبه دي، وامي عندها من النسبه دي، ولكن هو يعني بارز عند محمود بزياده قوي. حتى باين مثلا بشكل قط. ونازل محمود اصغر مني بسنه، فانا وهو صحاب بقى في قيمه الصحاب اللي اتكلمنا عليها طب الحلقه اللي فاتت. لو حابب تقول حاجه. حابب اقول ان انا مبسوط ان انا عشت معاه المراحل دي. كان هو يعني كان هو صديق ليا فعلا. ولكن ما كناش بنتعامل اخوات، عشان ممكن تلاقي في 2 اخوات وهم بعاد عن بعض. احنا عشنا مع بعض الطفولة فعلا واحنا صغيرين. ولما كبرت كان برضو كان ساند ليا. هو كان في ناس لما بتشوفنا بتفكره هو اكبر، نظرا لشكله مختلف، شكلي انا اصغر شوية. فهو يعني من اقرب الناس واجدع الناس تعمل معاه. بس هو عنده حتة كده، لو هو انت بيحبك ما بيحبكش هو ما بيبادلكش ده. فالحمد لله كنت حظوظ ان انا قريب ليه، مش مجرد اخ ليه وخلاص، لاني ممكن تبقى اخوات زي ما قلت وتبقى عادي. فهو يعني ما شاء الله عليه، يعني ربنا يحميه. عندك اخوات تاني ولا؟ عندي مصطفى بقى، ده قصة تانية يعني. زي محمود طبعا قريب ليه، بس مصطفى ده تربيتي حرفيا يعني. انا اكبر منه بحوالي 10 سنين او 9 سنين. فهو اتولد وانا واعي، قادر افهم الدنيا. طبعا ما علمتوش مفاهيم وكده، ابويا ربنا يجزيه خير علمه، مش قصدي حاجه بتربيتي. ولكن هو عاش معايا، كان بيتحرك معايا في كل حاجه حرفيا. حتى الكوره، انا علمه الكوره معايا في كل حاجه. لحد النهارده الصبح كان معايا، لحد امبارح بالليل كان معايا، بايت معايا في البيت. فهو حد يعني ما اقدرش استغنى عنه لو حصل ايه. هو ليه معزه كده خاصه بينا. محمود حاجه تانية. بس بس هو في حته تانية. ولا طبعا اخت، بس هي صغيره لسه ملك. ومعظم وقتها كنت انا بتنقل في مراحل، فما عشتش معاه كتير زي مصطفى قوي، بخصوص ان هو كمان كان ولد يعني. ربنا يا رب يخليكم لبعض ويجعلكم سند لبعض. قول امين. نخش بقى انا عايز استفاد من خبرتك على قد ما اقدر. فخلينا نروح لنقطه عمليه، وهي ان انت عندك خبره مع ستارت اب. احنا اتكلمنا عنه بشكل عام، تمام، الناس عارفه هو ايه. اللي ما شافش يشوف الحلقه دي. ايه الصعوبات اللي واجهتك في ان انت تبدا ستارت اب، وعديتها ازاي، وبس ونشوف بعدين. ماشي، بسم الله. هو اول حاجه احنا ما كناش فاهمين يعني ستارت اب اصلا. قشطه. فزي ما كنا الحلقه اللي فاتت ان احنا قلنا ان احنا نفتح شركه شحن، واحنا ما عندناش باك انا جراوند بتكلم على البيزنس بتاعك. على البيزنس بتاعي. تمام. فخليني كويس ان أنا قلت الجمله دي، يمكن هنستفاد منها ان انت اصلا نتخذها شاهد. فانا حاضر ستارت اب قدامك. بالظبط، حاضر ستارت اب. فده سهل عليا ان انا ابدا تأسس ستارت اب حاجة جديد. ولكن كنت حاطط فيه شرط، انه ما يكونش ستارت اب بياخد بما يسمى شيفت، يعني اللي هو انا باجي من 9 ل 5 الصبح. كنت عايز اعمل حاجه خدميه بتقعد وقت ما بعد تربو، لان يعني في حاجه بينه وبين تربو كده، علاقه كده، ما اقدرش ان انا ما اكونش موجود في المكان ده. فانا كان شرطي ان انا لازم اشوف ستارت اب ما ياثرش على تربو باي شيء. حتى لما بدانا في الاكاديميه، كان راعي الاكاديميه كان تربو يعني. كان نوع من ان المكان ده ليه فضل اكيد عليا. ف فبدانا ازاي؟ بدات من حيث بقى ما انتهينا اكتر من مش ما خدتش اللي بدانا بيه. فاول حاجه بدات اعمل سيستم. هو سيستم على جوجل شيت، هو اونلاين بيني وبين الشركه بتوعي. ولكن هو دامج، يعني عامل دمج بين كل حاجه، بحيث برضه ترجع لمساله النظام اللي قلنا عليه، بحيث ان انا بقادر الان كل حاجه ما بيكونش عندي خلل. ولما عملت ده كان في ربنا شاف. آه، اظن الجمله دي مغلوطه. ربنا اراد ان شاف. ربنا اراد ان المكان بدا بشكل معين، ويمكن يكون بدا يعني بجزء من القوه شويه. فخدنا من القوه دي، او خدنا من النجاح ده
بشكل زياده عن اللي كنت متوقعه. ممكن مش قادر اعبر قوي، بس ده اللي انا شفته. ان هو في البدايه حصل نجاح انت ما كنتش متوقع، يعني حصل كنت نجاح مش متوقعه لسه قدام شويه. بالظبط. وفي اجزاء من الستارت اب كتير قوي ما عشناش، احنا ما زلنا ستارت اب، بس اقصد في عقبات كده نطيناها. يعني انا عارف اول 10 حاجات عملتهم على طول، ما استنيتش ان انا امشي 1 2 3 4. فده بان حتى في المنافسه من الاكاديميات، واحنا مش بنفس حد، بنفس نفسنا، بس الناس اللي هي بتتفرج عليك. على الاقل انت في المجال اسمك اتسمع. اسم اتسمع، وناس في المجال كلمتني وقالت لي انت عامل شغل محترم، لدرجه ان في كابتن كبير كان عنده اكاديميه بقاله 15 سنه، جه قال لي نصا كده انتوا عاملين شغل كبير قوي، بس انتوا ممكن تكون لسه مش معروفين قوي، بس لو اتعرفتوا باللي انتوا عاملينه ده تصدقوني هتكسروا الدنيا. اسمه كابتن سامح تحديدا. شاوت اوت كابتن سامح. فبس يعني، فانا بقول لك احنا ما مرناش بصعوبات الستارت اب قوي يعني. اختصار يعني ممكن اكون ما قدرتش اعبر قوي، بس ده طب انت بتعمل ايه عشان تطور؟ ايه اللي حاطط، يعني ايه المبادئ اللي حاططها قدامك عشان المكان يكبر؟ هل انت عدم التربح او ان انا بص تحت رجلي؟ لا ثانيه، يعني ايه عدم التربح؟ عدم التربح السريع، ان هو انا عايز اكسب عشان يعني انت لحد دلوقتي ما بتكسبش من مكان ولا ربع جنيه ده حرفيا يعني. طب ازاي يعني انا دلوقتي واحد عايز افتح بيزنس، فانا طبعا قاعد ايه بحلم بالعيشه النظيفه. خطوتين انا مصاحب المضيفه. ده حرام يعني، بس ده لزوم البوفيه. انا شايف الورق كله اخضر قدامي، يعني انا مش شايف أيوة الورق الاخضر. فانت ازاي مقاوم فكره اللي هو انا الفلوس قدامي اهي هشتري كده؟ تفاءلوا بالخير تجدوه. فانا ماشي بالقصه دي في الاكاديميه، لاني شفت تربو نجاحها بيعمل ازاي، فبشوف ان ان شاء الله بتوفيق ربنا الاخضر كده كده هيجي يعني، بس مش هيجي وانا بادئ في شهر 1 عايز الاخضر يجي في شهر 8. يعني كده مش منطقي تمام. هو كده حصل لي سحر، او مثلا دعوه فجريه، او مثلا دعوه فاهم، ولكن اكيد مش هيحصل كده من العدم. فانا انجح والتربح هيجي كده كده. فانا ايه اللي عامله دلوقتي؟ ان انا اطور بالمكان، اعلى بالمكان، اكون منتشر اكتر، وكده كده مقارنه بده الاعداد هتزيد، فمقارنه الفلوس هتزيد، مقارنه ان هيكون عندي مستويات لعيبه مميزه فاقدر اسوقها تجيب لي ممكن ملايين، في حين ان انا بجمع من الاعداد الوفات. طيب انت تحب تدي حد نصيحه، يعني حد بيبدا ستارت اب دلوقتي؟ حد بيبدا ستارت اب، اسال حد جرب واعمل سيستم. اعمل سيستم يعني ينزل تامر الشاعر بيقول لك اعمل سيستم ما تعملش جدع، فاهم؟ فهي فعلا كده. لو انت عملت جدع مع الناس ممكن يضحكوا عليك. مش كل الناس اللي هتبدا معاهم كلهم سويين بيتمنوا لك خير. فاعمل سيستم احكم بيه الناس، والناس اللي تبدا معاهم خرج مصاريفهم دايما. ليه هتعمل كده؟ ليه؟ عشان دي قصه كبيره قوي، يعني مش حابب اذكرها، ولكن انصح بيها الناس، ومش قصدي بيها اي حاجه. انا بدات معاك، فلو ما اديتنيش مرتبي ولو انت ما خلتنيش اخد اجري بشكل دايم، هشوف ان انا زيك في المكان. فانا لازم دايما اخرج مصاريفي، واخرج المصاريف ترضيك، مش دايما اخليك تكون شغال معايا وانت مثلا الدنيا مش قد كده. لا، انت سعر. يعني احنا في الاكاديميه عندنا مسعر تمرينه، هي ممكن اصلا بعد 2 3 بالتنسيق مع الشركه، الله اعلم يقولوا ليه، بس بتوقع كده هتفضل غالبا هي نفس السعر. ممكن تزيد 20 جنيه 25، مش ممكن تزيد 50 جنيه عشان ما ابقاش بقى. فهي مش بعيده قوي، مش بس لما بدات معاهم مثلا برقم ضئيل جدا معلش انا لسه ببدا واستحملوني كده. يعني لحد اخر شهر هم واخدين مرتباتهم كامله، يستاهلوا طبعا، ما اقصدش حاجه، ولكن انا بشوف ان مش مشكله انا اكسب، بس هم يكسبوا. ليه؟ عشان هو لو ما عملش كده هيشوف ان هو بنى معاك المكان، فلو بنى معاك المكان هيبقى ليه احقيه في المكان، فانت ممكن صعب ترضيه قدام، صعب ترضيه مهما تعمل ايه. هيشوف ان هو دايما عايز يبقى ند النت ليك. بس خلينا نعدي النقطه دي. بمناسبة الند دي كانت دي حاجه وحشه يعني عموما. لا ده افيه بيني وبين اخويا. وبنصح نفسك لاي حد ما تعملش كده، عشان ده مبيبقاش فيه بص لرزق غيرك بس. فانت خليك في نفسك وربنا يكرمك على قد تعبك، وانت ليك قصه وكل واحد ليه قصه. لا الند دي كانت انا واخويا، فكان في، انا مش فاكرها بالظبط، بس انا فاكر ان هو اخويا متعصب مني جدا والبيت كله بيحاول يهديه، يا ابني مالك في ايه؟
ند الند. يا ابني مالك أيوة. ند الند. لا واحد صاحبي قوي برضه قال لي كان لسه بنتكلم عن الند. هو سمعنا دلوقتي. تمام. طيب خليني عايز انتقل لنقطة تاني. انت دلوقتي في تعاملك مع الناس عموما، من خلال التعامل في الشركات وهكذا، بتعمل ايه يعني؟ يعني دي حاجة انا بواجهها مثلا. انت دلوقتي موجود في مكان، فجأة المكان ده انت يعني في حد بتعمل معاه بقالك فترة طويلة مش عارف ايه، متعود تشوفه يوميا، راح قسم تاني، مشي وساب الشركة، حصل حاجة، بتتكيف مع الفكرة ازاي ولا؟ كان هو بعيد وكده يعني. في اه. الاول كنت بتضايق قوي قوي فوق ما تتخيل يعني. مع الوقت بقى اتعودت لانها بتحصل كتير، فده بقت سنة الحياة. بس هو ده طبيعي يعني. بس على قد ما اقدر احاول احفظ علاقتي الشخصيه بيه، احاول اتواصل معاه وخلاص. لكن صدقني اي حد بيتعود على اي حد. يعني انا متعود على حد. لما مشي كنت لسه نازل تيم التك جديد، كان اسمه عبد الرحمن محمود. ده بص انا كان فاكهة الأوضة حرفيا يعني. أنا بشوفه بضحك يعني، مع إن هو حد جد يعني. بس هو يعني ما شاء الله دمه خفيف. أما مشي ومشي من الشركة خالص بقى، مش مثلا قسم تاني. آه. فما مشي كنت متضايق جدا. طب أنا إزاي أقعد أصلا مع باقي التيم ولسه مش واخد عليهم، وهو ده اللي كان معاه على طول وكان بيساعدني. مع الوقت فهمت ان هو اكيد دلوقتي ان شاء الله ربنا يكون كرمه في مكان افضل. وانا دلوقتي حاليا اتعودت على ناس تانية جديدة، وبقى التيم كله عارفه. هي مسألة تعود يعني. مم. بقى الحوار ده بيزعجني سنة يعني. هو في شوية اعتراض على، بس وده غلط يعني. بس انا يعني في شوية كلام بقى اللي هو ايه، دي سنة الحياة، واحنا بس ده حقيقي. الدنيا ما بتقفش على حد، والحياة كده كده بتستمر. بس هو الشخص اللي مشي ده هو كان ليه مكان في قلبك، فانت فجأة بتاخد المكان ده. مش يا اما بتشيل الشخص منه، يا اما هو لا بياخد لا الجزء ده ويمشي. مش شرط. يعني انا بحس ايه فكره التعود. انا عندي مشكله مع فكره ايه اللي هو تقبل ان هو ده خلاص. بحس ان انا باجبر على ده يعني. انا ما بختارش ده ومش حابه، بس هو واخد ده قضاء وقدر يعني، لازم نسلم بيه. فده نهايه عشان ما اكملش كلامي يعني. تمام. خلينا دلوقتي اسال انت. في مجال التك صح؟ فاحنا عندنا دلوقتي احنا في عصر الاي اي مم. وتعامل. فانت بشكل عام شايف الاي اي واخد العالم رايح فين بشكل عام؟ تحديدا بقى سوق العمل، يعني سوق العمل وتطبيقاته العمليه على الافراد او على المجتمع، طيب وواخد مجال الشحن تحديدا فين؟ بص، اول حاجة الاي اي هو حاليا مساعد لينا يعني، مساعد كبير جدا يعني. احنا بنستخدمه في شغلنا بالمناسبة. حتى كنا بنعمل حاجة يعني هتطلع جديدة ان شاء الله، فهي مربوطة بالشات جي بي تي 4. فهو بقى عامل مساعد بيوفر عليا مجهود كبير جدا. انا زي ما كنت بتكلم في الحلقه اللي فاتت، عشان ابدا اتطور وابدا اعمل كنت بستعين بيه في شويه تفاصيل. فهو واخدنا لفين؟ واخدنا لحاجتين. اول حاجه ان اللي كنا بنعمله في سنين هيتعمل في سنه، او في ساعات هيتعمل في ساعه. والحاجه التانية ان هو هيوفر من العماله الغلط الزياده كتير، فتتوظف بشكلها صحيح. مم. فهو انا مستبشر بخير. ولكن في عيب بقى زي ما قلنا مستين، ان اللي مش قوي ومش هيقدر يستخدم التول دي كويس جدا هيقع. لان انا مثلا عايز اعمل ديزاين، فممكن اعمله على الاي اي دلوقتي، بعيد عن ان هو مش بنفس احترافيه المصمم. ولكن مع الوقت اكيد هيحدثوه. فانت مع الوقت ممكن تعمل في مصممين. فلو انت ما بتقدرش تستخدم التول انك انت تعمل ديزاين بيها، فانت مع الوقت هيبقى في واحد مثلا خريج كلية تجارة مثلا، أو خريج أي كلية، خريج كلية حقوق، ويجي مثلا يبقى مصمم ملوش علاقة بالمجال خالص، وبعيد مثلا عن فنون جميلة، أو بعيد عن فكرة الرؤية والألوان فده مثالا. فبرضه ده نفس القصة عندنا، لأن ال AI بقى يكتب كود. فلو مفيش مبرمج شاطر بيقدر إن يثبت إن هو فعلا مهندس وعبقري، ال AI هيحل مكانه. ولا هو هيكتب الكود، محتاج اللي يستخدمه او يعرف هيوظفه ازاي. بالظبط. لو مش بتعرف تعمل كده صدقني، ففي مواكبة العصر أو مواكبة المجتمع، مواكبة الحالة اللي انت فيها دي، لو انت بتمشي فيها طب بتفسر بيه مسؤولية. حالة الذعر اللي حصلت للناس أول ما جت سيرة ال AI، وإن هو وبدأ يتذكر التطبيقات العملية اللي هو، أو مش التطبيقات، الوظائف اللي هو هيبدأ يشغلها، أو الحاجات اللي هيقوم بيها، فالناس بدأت تتخانق. اقول لك حاجة هي ممكن تكون سلبية، بس خليني اقولها يعني.
في للاسف سوق مصر فيه يعني تلجيم او ان انت بتبخل بالعلم عن اللي حواليك عشان ما يبقاش اشطر منك. الا ما رحم ربي في ناس بتعمل كده يعني. ف فدوت ما بقاش خلاني اسالك، بسال شات جي بي تي، مش عايزك في حاجه. فده خلق للناس الغير سويه ذعر فعلا، ان هو هيجي هيخلي فلان ممكن لو اتعلم هيبقى اشطر مني، مش عارف ايه. ومش ده السبب بس الذعر ده اسبابه ان في ناس كتير قوي الاي اي يحل محلها. افتكر مثلا وهي الناس مش في افضل comfort- حاجه. الناس في كونفورت زون معين، فبدا بالظبط. فده بقى لا، فده بقى تهديد لا ليه. اتحرك، بالظبط. مش هينفع تفضل واقف مكانك، بالظبط. فضلت واقف مكانك تاني. طب ومجال الشحن عموما يعني هو مؤثر ازاي على تربو دلوقتي؟ مجال الشحن مثلا، ان احنا زي ما اقول لك كنا لسه بنتكلم ان احنا نعمل فيتشر او تحديث مع الشات جي بي تي 4 ان هو هيرد على العملاء اصلا بشكل مباشر. فانا يعني ده كده هيبدا يمشي، مش هيمشي. هيحل ما هو محل خدمه عملاء. خلينا نقول ايه بقى، ان في حاجات ما يقدرش يعملها اي اي لو بقى ايه اللي هي المواقف. يعني دلوقتي انت قاعد، انا وانت قاعدين دلوقتي، ما تقدرش تكتب سكريبت الحلقه على الاي اي. الاي اي ما يعرفش محمد امام، صح؟ فهو ما زلت هتحتاج العامل البشري. لو عملت ايه هتحتاج عامل بشري، بس هتنتقيهم، هتختار افضل. هيقل بس طبعا مش في الشركه، عشان ما يبقاش ان انا بقول حاجه هتحصل في الشركه. انا بتكلم في العالم ده يعني. المستقبل. فانت لازم تكون شاطر انك انت تكون من افضل الناس، عشان لما يجوا يختاروا يبداوا يختاروا من الايه، من افضل البشريين، عشان مش هيبقى فيه بشريين بس. طيب في حاجه طب يعني تطمن الناس، يعني انا مثلا انا اول ما ابتديت اسمع ان كان في بودكاست في فنجان، ده كان مرعب. ده انا سمعته مرعب، حرفيا مرعب. يعني الشخص اللي طلع كان بيتكلم، انا مش فاكر اسمه، هو كان باشمهندس عمرو. هو راجل مصري سعودي امريكي، تمام. وهو دلوقتي فاتح شركه اي اي في السعوديه. يا جماعه روحوا شوفوا البودكاست ده، وشوفوا بقى في قدامه بودكاست فاهم. البودكاست ده بيتكلم عن الاي اي ازاي، يعني في بودكاست بيتكلم حاطط الاي اي في نطاقه. فاتقال جمله في البودكاست الاولاني، والبودكاست الباشمهندس عمرو كان بيتكلم احنا هنحتاج زي ما انت قلت كده، قال احنا هنحتاج الجينيوس، يعني الناس دي لا غنى عنه. فهو محتاج مين بقى؟ محتاج مستوى الدكتور مجدي يعقوب في الجراحه يعني. طب اللي تحت مجدي يعقوب مش شرط بس هو فعلا يعني هتحتاج افضل الناس. خلينا كده عشان برضو ما نرعبش الناس ان مفيش شغل جاي. لا، في شغل وفي رزق، واكيد الرزق مش هيتمنع من الارض، فهنشتغل. الاي اي مش هيجي يعمل حاجات ما يعملش الحاجات العاديه. انا سمعت البودكاست الاولاني اترعبت، فتحت البودكاست بتاع فاهم، فاتقالت جمله طمنتني. قالت هو في الحقيقه انت لما هيجي الاي اي وهتخسر شغلك، فانت مش بتخسر شغلك للاي اي، انت بتخسره لشخص تاني قادر يستخدم تطبيقات الاي اي، فهو قادر يتعامل معاه. فانت ما ينفعش تفضل قاعد مكانك، يعني هو انت لازم تبدا تتعلم ازاي تتعامل مع ادوات الاي اي عشان يكون ليك مكان. فده تطمين للناس، وبرضو الناس تكون فاهمه ان فعلا في حاجات بدل ما كنا بنحتاج بني ادمين يأدوها، خلاص مش. افتكرت حاجه بالنسبه دي، لما يعني بيقولوا كنا بنتكلم على الاي اي، فقال لك ايه خلاص مشونا وبنهزر بقى على الفيتشر. ما عم واحد هزر قال لك ما الاي اي مش هيروح يوصل الاوردر للعميل، هيعملها ازاي؟ فهو لا غنى عن العامل البشري، لا غنى عن الشخص اللي بيحضر اوردر، لا غنى عن الشخص اللي بيعمل اعلان عشان يجيب المستلمين دول يوصلوا الطرد. فهو لا غنى عن عامل بشري، يعني عشان الناس تطمن. الاي اي هيقدم لك نوليدج انفو، بس هيساعدك، هيقول لك تعملها ازاي، بس انت لازم امسك طب عامل مساعد. عامل مساعد لا غنى عنه حاليا. انا بشتغل بيه اصلا كل خطوه حاليا بشتغل بيه. انا كان في سؤال شهير ان انت كنت تذكر الايه؟ كان في سؤال شهير كنت انت سالته للتشات جي بي تي وهو جاوب عليك يعني. ممكن تفكرني؟ ساعه الصيام ورمضان ده محمد عادل كان بيهزر معايا وقال له محمد امام تعبان وصايم يعمل ايه، فرد عليه قال له ان هو يجوز لي انه يفطر وكده. فهو بيرد على اي حاجه حرفيا، بس طبعا في حاجات في في حد كان سأل سؤال جامد قوي، بيقول له ايه المواقف او ايه البرامج اللي اقدر استخدمها عشان احمل من عليها افلام مقصره.
فقال لا ما اقدرش اجاوب عشان هو يعني كده اي حاجه دي فيها سياسات ومش سياسات عارف ايه. واي حاجه قانونيه ما يردش عليها. طب ايه، راح لفله السؤال فقال له ايه السؤال، ايه المواقع الممنوعه عشان ابعد عنها وما اجيش ناحيتها، فراح قايلهم ايوه فاهم. ف لحد يعني احنا نطمن، احنا بس محتاجين نشتغل زياده وايه ونخرج من منطقه الراحه بتاعتنا ونبدا نتعلم حاجات جديده. بالظبط. تمام. ففكره بقى هذا ما وجدنا عليها ابائنا والدنيا كانت ماشيه فخلاص مش افضل حاجه. مش افضل. تمام. طيب انت دلوقتي راجل مسؤول وبتهندل يعني في ظل غلاء المعيشه ومش عارف ايه والمرتب اللي جاي على قد الراتب، بتهندل شهرك ازاي يعني؟ ان هو في غيره النظام برضه قسم الشهر 4 اسابيع. وطبعا يا عم انت ما بتتعبش؟ طب تعالى نتكلم سلبي. انت ما بتتعبش من حاجه؟ تعالى نتكلم انت كل حاجه مقسمه يعني هو والسنه مقسمه كوارترات والكوارتر هو مقسمه. الشركه مقسمه فانا معاهم فاهم. انا عايز اقول لك ان انا في برضه بدون ذكر تفاصيل قوي عشان دي حاجات تخص حاجات شخصيه. ماشي نتكلم بشكل عام. بشكل عام ان انا مثلا ساكن في شقه حاليا فهي مدتها كذا. انا قايل ان المده دي انا هحقق حاجه معينه ومعايش مراتي في القصه دي، يعني ان انا هحقق قد ايه من النسبه دي حاليا، ان احنا هنوصل لفين. وبتقعد تتابعني فعلا احنا وصلنا لنسبه كذا في المية، والله لا ده الحمد لله ده احنا عملنا كذا. فانا قايل ان انا المده دي اعمل كذا، وبعد ما اخلص انا مثلا هجدد بشكل معين فهعمل فيه كذا، او اخرج بره البيت ده فهعمل فيه كذا. فهو نفس القصه في الشهر، مقسم الشهر 4 اسابيع وكل اسبوع بيسافر. ولكن تعالى بقى نكمل بشكل سهل. وطبعا بدون تخوف، هو ده رزق يعني وربنا يعني كريم. ولكن ايه، في مصروفات لما يجي حد بيقول لي انا عايز تحتاج كام عشان اتجوز، بقول له انت محتاج فلوس كذا وكذا وكذا، مش بقولوش فلوس معينه، انت محتاج تجيب كذا وكذا وكذا بناء على اتفاق اتفقته. وبس يحط بند كده في الاخر اسمه بند ظروف لا يعلمها الا الله. ده حرفيا الخشب غلي مش عارف ايه. لا اي حاجات مش تعمل حسابها، حاجات صغيره وعليك كراجل يعني. فانت لا يعلم الا الله دي ممكن على ايامك كانت حوالي 20,000، ممكن تكون على ايام الناس دلوقتي 30-40,000. مش بخوف الناس في الجواز، هيحضروا وما تعرفش يحضروا ازاي وما تعرفش هتتجوز ازاي. ولكن نفس القصه برضه في الشهر عشان ما نخرجش بره الصوره. حاول تشيل شويه مبلغ للظروف التي لا يعلمها الا الله دي. تعب بقى حاجات. فهو عشان مش بتكلم بايجابيه ونظام والدنيا اكيد بيحصل معايا ضربات بتخليني اخرج الشهر بالسالب مش مظبوط. ولكن دي النصيحه اللي خرجت من السؤال، نظم شهرك 4 اسابيع، اصرف في الاسبوع ده وخلصه عشان ما تبقاش تحس ان الشهر كتير، عشان انت ممكن تخلصه قبل الشهر ما يخلص اسبوع تقدر تحكم نفسك. والحاجه التانية تشيل فلوس مالهاش علاقه بشهر. ماشي جامد. انا وانا بحضر الحلقه فقدامي متواليه العصايه من النص. فقدامي تصور ان دايما في يعني في ناس كتير عندها تخوف من نقطه ايه اللي هو انا قريب من ربنا فانا بعيد عن الحياه، انا قريب من الدنيا او انا تايه فانا بعيد عن ربنا. يا رب السؤال، هل في وزن ما بين الدنيا والآخرة أو ما بين اللي أنا بعيشه حاليا واللي منتظرني فيما بعد الموت أو اللي هو اللي أنا بستعد له بعد الموت؟ يعني هل أنت في وزن ما بين علاقتك أنت وارتباطك بالدنيا وعلاقتك بربنا بتعرف توزنها؟ بص انا عن نفسي بجتهد، مش بعرف اوزنها دي، ما اقدرش احنا كده كلنا مقصرين ايا كان. طبعا. فهو فعشان كده بقول لك انا بجتهد، ان معنى كده ان انا مش افضل حد. بس سمعت جمله من شيخ وهو مش جمله، هو دعاء، قال لك اللهم ارزقني الدنيا والاخره. فهو عايز ربنا يرزقه الدنيا، اذا الدنيا مش شيء يعاب. ولو انت كسبت الدنيا فانت خسرت الاخره، انت ممكن تكسب الدنيا والاخره. عشان مثلا كان في ناس بتتريق على الشيخ مشاري راشد ان هو في زهد، وبيجي في فيديوهات بيتكلم على الزهد ومعاه رانج روفر او معاه عربيه مش عارف اسمها ايه فارهه يعني. ايه المشكله؟ هو ربنا ان شاء الله نحسبه خير عند ربنا، فهو شخص قدر ان هو يكون كسب الدنيا وان شاء الله يرزقك بالاخره. انت حظك كسبت الاخره بس، فمش مبسوط في الدنيا. والعكس ممكن تكسب الدنيا زي مثلا ناس كفار كتير بس مش هيكسبوا الاخره. فهو دعا الدعاء ده قدامي في مره وصراحه رحت سرشت فيه عشان اشوفه صحيح ولا طلع صحيح يعني.
طالما انا بعمل صالح الاعمال في الدنيا، ربنا كده رزقني في الدنيا. مثلا راحة البال رزقني في ان انا بقيت معايا فلوس، رزقني في ان انا معايا بنون، رزقني بالرزق اللي يبسطني على حسب كل واحد واحتياجاته. وفي نفس الوقت انا ما عملتش من الذنوب اللي تخليني اخش النار، فكده اذا انا كسبت الدنيا وكسبت الاخره. بس في ناس للاسف، وده ربطنا بكده، انك انت لازم عشان تكسب الاخره تخسر الدنيا وتبقى شخص قفيل، ولو الشخص وعشان العكس فده مش صح. على ذكر السعادة، جاي في ذهنك لحظة انت كنت حاسس ان انت من كتر الفرحة انت مالك الدنيا يعني، او ان انت مالك مالك يعني حسيت احساس عمري ما حسيته. هو اول ما صرخ يعني كنت بسمع القصص دي فما ركزتش معاها قوي، يعني مش بس عشان سمعتها فقلت اجربها بقى وايه، مش اوفر خالص الناس عارفاني. ف فحسيت احساس صعب، مش عارف، مش قادر اعبر عنه حاليا وهو بيصرخ يعني. بعيد عن ان انا كنت في حاله مش افضل حاجه، عشان زوجتي ساعتها كانت تعبانه جدا، تعبانه من قبلها اصلا فتره كبيره، فكنت قلقان عليها. فلو وجمله يعني ما احبش اقولها، فلو ما كانش ليا نصيب في وجود مالك وهي خرجت سليمه فكنت برضه راضي، ولو الاثنين فانا كنت راضي قوي. دي كان معنى السعاده عندي، ان لقيت الاثنين خارجين كويسين، فده كان افضل حاجه تخص السعاده عندي، او حسيتها قريبه. يعني ممكن تكون في حاجات قبل كده حصلت ولكن دي اقرب حاجه. تمام. احنا اغلبنا بيكون يعني، او البشر يعني عموما كله، مش اغلبنا، كلنا عندنا مخاوف. فايه تخوفات محمد امام، او ايه الحاجه اللي محمد امام ممكن بيقلق منها شويه؟ طب ممكن تحددها لي في اطار، يعني مثلا في ايه بالظبط؟ يعني مثلا في سؤال تقليدي قوي بس انا ما اقصدوش، اللي هو انت مثلا إيه محمد امام عنده فوبيا من ايه مثلا، بس انا ما اقصدش ده. عندي فوبيا من حاجات. انا ما اقصدش ده بقى، ما اقصد دي حاجات دي عندي حاجات فوبيا عاديه. مرتفعات، عندي فوبيا لا الحاجات دي كنت ارد حاجات شبه كده بس انا اقصد بقى ايه التخوفات يعني يعني مثلا انا كميدو مثلا بيبقى عندي تخوف ان انا الحاجه بتاعتي ما تطلعش مظبوطه. افتعل القضيه. افتعل. عندي تخوف من النكد، او لما يكون حواليا جو غير ملائم. لا سلام عليك، او غير الموضوع مناسب ده يعني من ضمن الحاجات اللي بتاخرني ده عن اللي هو انا يا جدعان، هو انا بجد يعني انا الشخص اللي هبقى راجع عشان يساعدني ان انا ابقى احسن عموما حتى يا عم عشان انا بتكلم، لا انا مش بتكلم على زوجتي بس، هو ايه يعني هو مربوط دايما ان الراجل هيتجوز عشان يبقى ايه في وقت. يعني شفت الفيديو بتاع مصطفى ليشع اللي هو ايه، هو حضرتك جوزك ما اتجوزكيش عشان ما اتجوزكيش عشان تحضري له تغسلي له لبسه وتحضري له الاكل وتجيبي له الشاي، هو كان موجود، امه كانت بتعمل كل ده يعني. هو متجوزك عشان تحطي ميك اب. ايوه والله. بس هي مش كده عشان ما نلزمش، بس انا بقول لك انا حتى لسه بتقول حتى يا عم امام مش زواج بس، لا صحاب. بحبش يعني ممكن ناس عرفت ليه احب اهزر واضحك بالي راقده. فهي البساطه دي جايه من روقان بال. ما هو انا عمري ما اقدر اهندل مثلا حد وانا متضايق، وانا بتضايق زي اي انسان. فبخاف جدا حاجه تحصل دي، مش عشان انا هتلكك. خلي بالك انا ممكن نسبه الدقيقه عندي بتقل يوم بعد يوم، وكل ما بكبر وكل ما بنضج اكتر، فمش هتضايق بسرعه، ما تخافش. وقليل الغضب، ولما بغضب بسكت، فانت مش هتعرف مني زعلي قليل. الا الناس بقى اللي بحزها قوي فممكن اعاتبهم على طول او بيبقى رد فعلي واضح. فالفوبيا عندي من النكد بقى، او ان يكون البيئه اللي حواليا يعني فيها نوع من الزعل، في تنشنه، في الدنيا مش سالكه، بتبقى بنزعج فوق الوصف. بنزعج وبتاثر سلبيا غصب عني. ليه اللي بمشي من المكان ده بقى، ليه اللي بندمج فيه على حسب اهميته ايه. في سؤال هو جه متاخر، المفروض كان يكون في سياق تاني بس استحمل، بس هو جه في دماغي وهو بالنسبه لي مهم. يمكن ده سؤال شخصي ليا اكتر منه انت كشخص مسؤول. الشخص المسؤول دايما مطلوب، يعني هو كونه شخص مسؤول الناس بتشوف ان هو اللي بيقول وهو اللي، بس اصلا كونه مسؤول من يعني هو نفسه اللي بتحركه انه يكون مسؤول، او هو اللي بيكون ده اسوأ بكتير من ان يبقى في حد بيوجهه. يعني الموضوع صعب بشكل يعني ان انا بلوم نفسي في كل حاجه، ده موضوع مرهق جدا. صح. انت بقى بتقاوم ازاي فكره اللي هو يا جدعان انا محتاج ارتاح، لا محتاج تشوف كذا، لا محتاج تكلم فلان، محتاج تهندل دي، محتاج تشوف ده.
وما عندكش رفاهيه انها تقول ان انا تعبت مش قادر، او اللي هو انا محتاج يا جدعان مش ممكن تدوني اجازه بس يعني يومين بس وهرجع لكم تاني. ما اوقات الواحد بيفصل وكده، بس بيفصل وهو ما فيش حاجات قايده وما فيش نار مشتعل، بيفصل وهو في وقت ينفع يفصل فيه. انت بقى بتواجه ده ازاي؟ اللي هو انا فصلت فعلا ومش قادر ومعلش محتاجين، لا محتاجين تكمل يعني، فوق معانا خد فنجان قهوه وتعالى. بص، المسؤوليه دي كلمه صعبه، فانا لو انا ما كنتش قدها من البدايه ما كنتش وافقت اصلا. فانا مهمتي ايه كمسؤول؟ انا مش بدي اوامر بس او بوجه بس، انا مهمتي ان اخلي كل المسؤولين مني مبسوطين. ولو ما قدرتش اعمل كده 100% عشان ساعات بتحصل، يبقى احقق نسبه كبيره 80 90%، وما ينفعش يقل عن 80 90%، عشان انا لو انا عندي اقل من كده ما عندي خلل في ادارتي للناس اللي تحتي. ف فان انا اكون فان انا اكون مسؤول، تلخيصها هي تلبيه احتياجات ما هم مسؤولين مني. فما ينفعش ان انا ما ينفعش ان انا يكون عندي نوع من التخاذل او نوع من ان انا كده تعبت او انا مش قادر خلاص. طبعا بيحصل، ولكن لازم اخلي بالي كويس جدا ان انا ما ابقى افتكر دايما ان هو شخص مسؤول مني، انا لازم اعمل اللي هو عايزه. بس طبعا ده لو هو بيعمله بشكل يرهقك، مش عايز اتكلم دلوقتي، بس هو بيعمله بشكل يرهقك، ابدا كلمه فهمه ان انت كده بتشكل ضغط عليا كبير. فانا والله بعمل لك كل اللي انت محتاجه، بس خلاص انت فعلا عيب عليك، لان ممكن تبقى حد مسؤول منه يبقى عيب عليك. هو اخطاء متكرره، طلباته هي وهي غير متاحه، مش بيحب الاستقرار وبيحب ان هو يتحرك كتير، فده برضه بيزعج الشخص المسؤول الهادي، لان الشخص المسؤول الهادي عايز جو لطيف حواليه. فبس. جامد. في حد مهم جدا احنا ما اتكلمناش عليه، وده انا مأخره لاخر الحلقه عشان قيمته يعني، الا وهو مصطفى علاء. ده قصة، ده انا خليني اوصفه لك او كمل. ما خلاص بقى مصطفى علاء. مصطفى علاء، خليني بص اقول لك جملة يكاد ممكن يكون اول مرة اسمعها مني. مصطفى علاء اكتر حد بيحبني صدقا بدون ما اشك، مش اكتر واحد اللي هو اكتر واحد رغم ان نمبر 1 يعني، من اكتر الناس اللي بيحبني صدقا بدون ما اشك. هي جملة كبيرة، هي التعبير ده اول مره اسمعه. هي ممكن تكون اول مره اسمعه بما انك عارفني، بس ده حقيقي بشوف في افعاله. هو دايما شخص هو عايز يبقى معايا في اي حاجه، هو عايز يبقى. بالمناسبه احنا مش محضرين نتكلم عنه والله يعني، وانا اتفاجئت برضه، بس هو ليه حقه يعني زي اهم الناس برضه في حياتي. ف... فهو مثلا انا عايز اعمل حاجه هو معايا في اي حاجه، بلاقيه بياخد مثلا من تفاصيل كتير، ما يقبلش حاجه عليا. فهو اكتر حد صدقا، نعيدها تاني، اكتر حد صدقا بيحب محمد امام بدون شك، بدون ما راجع تصرفاته او محتاج ان انا اقول لا تتعامل معايا وما تقولش معايا. فاظن دي اكبر من اي تعبير اقوله عنه. بس كمل. بس انا عايز اقول لك ان احنا بقالنا ساعه وثلث، مش عارف انت خدت بالك ولا لا. لا يعني انا مبسوط في الحلقه دي اكتر بجد. يمكن عشان احنا اتكلمنا في قواضي اكتر، ممكن تكون الناس مش هاممها. ممكن انت لما بعدت عن نفسك شويه. فانا بحب اتكلم، مش بحب والله اتكلم عن نفسي، والناس عارفاني ما عنديش الانا يعني، تلاقيني بنكر ويمكن اصلا صحابي يلوموني، عشان لو كنت مثلا عملت كده في الكوره في الشغل كنت بقيت حته بمستوى مختلف. ولكن انا بشوف كده افضل، وان شاء الله افضل كده يعني، ربنا يديمها. فانا مبسوط ان احنا اتكلمنا عن قواضي ان شاء الله تكون فادت الناس، مش اتكلمنا عنه وخلاص. مين محمد امام اصلا؟ تقولش نفسك يا حبيبي. لو اخر سؤال، انت في سؤال حابب تسالوني يعني؟ انا بديك المايك دلوقتي، انت معاك وينفع اتكلم عن محمد عمرو؟ يا عم انا ما بحبش حد. طيب احنا يعتبر خلاص بنفنش، فلو انت المايك معاك دلوقتي، لو انت في سؤال حابب تسالوني انا كشخص، اتفضل. انا حابب اتكلم عن محمد عمرو. ماشي. بس محمد عمرو هو ميدو يعني. خليني اقول ان زي ما اتكلمت عن مصطفى محمد، فهي في حلقه كده حتى احنا الاربعه في جروب معين يعني. فهو افتكر ليه ان انا كنت مثلا في موقف احتاج ان انا اسافر، وكنا مثلا في رحله فهو ممكن يسافر معايا،
الحاجات دي بقى يعني ده اكبر حاجه ممكن تكون حصلت بينا كنفسيا، يعني مش اكبر حاجه كقيمه. ولكن ده بيبين قد ايه الشخص هو ممكن يعمل ايه عشان الشخص اللي قصاده. في سبيل ان احنا كنا مجموعه، في ناس تانية بتحسب عليها ان هي قريبين وكانوا معانا، وممكن ما قالش مثلا ممكن ابقى متواجد معاك عشان ده مثلا موضوع مهم او كده. معلش قلت حاجه فيها قصص، ومش بحب اعمل كده عشان الناس ما تزهقش. ولكن محمد عمرو بيدو ده انا يعني فخور ان هو صاحبي. بقول له كده في الشات. فليه حق ان هو يتقال له كده. هو ما شاء الله موهوب بالفطره وعنده كميه مهارات رهيبه ان شاء الله. بس انا بمسكه بس عشان يثبت في حاجه، عشان يبقى متخصص فيها، عشان النسبه تبقى كبيره. بس هو فعلا يعني شخص عبقري بالفطره. والله ده حقيقي، هو عبقري فعلا. أي نعم بيقعد يتخانق كتير معايا بس هو حبيبي يعني، هو عارف والله، وربنا يديم المحبه بينا. وهو ما يقلش حاجه عن محمد ومصطفى في نفس الدايره بتاعتنا. وما يقلش برضو عن حاجة عن الجروب بتاعنا الكبير عشان باقي الناس ما تزعلش مننا. ولكن الناس دي عشت معاهم فترة أطول، بينا تفاصيل أكتر. بس بشكره على وجوده. يعني أنا ببقى فخور إن هو صاحبي وبتكلم عنه في عز ما هو شايف إن هو في أزمة، هو أحسن الناس تعملها. عايش لو طولت وقلت قصص في النص. لا انا مبسوط، انا اكتر واحد مبسوط ان انت طولت. أنا طول تاني آم، حد برضو تاني وهو حماية. بشكره عشان سهل عليا الدنيا جدا، ما حسيتش بجوازي حرفيا. فده بشكره جدا. هو كان معيار قبوله ليا، قال لي انا شفتك اخ كبير لاولادي. قال لي مش عايز حاجه تاني، فاهم؟ ما نطلبش مني اي حاجه. كل حاجه كنت بعملها برضا، حتى ما اتفقناش على حاجه معينه. اللي جاب حاجه جابها وخلاص. فبشكره جدا يعني على اللي عمله معايا. وربنا يعني هو عنده اولاد، ان شاء الله يشوف ده في اولاده وتكون الدنيا متيسره عليهم بنفس الشكل. انهم بالمناسبه اولاده صحابي يعني جدا، واخواتي الصغيرين. بس منهم احمد برضو ابنه بقى اخ وصاحب ليا، مش مجرد نسيبي بس يعني. فالحمد لله ربنا رزقني بيهم. هم البيت هادي، ولا انا ببقى فضولي ناحية بيتهم، ولا هم كده. وربنا يديمها نعمة، ربنا يديمها نعمة عشان ايوه، بس. عشان دي حاجه ممكن يعني تتحسد، فربنا يا رب يجيبها عليكم نعمه يا رب. بس كده احنا خلصنا. اعتقد ان احنا اتكلمنا في حاجات كتير قوي بجد. انا مبسوط. اتمنى تكون مبسوط. الحمد لله، اتمنى نكون فدنا الناس برضو، اه طبعا. وتكون حلقة مثمرة اكتر. مم. كان لينا نصيب نتقابل تاني بعدين بقى، خلاص كفاية كده عشان احنا خدنا اللي شاف على حسابنا ف... فبشكرهم يعني على الاستضافة مرة تانية. وإن شاء الله أكون يعني قدرت أقدم حاجة مفيدة تخليهم يكونوا مبسوطين إن هم خدوا قرار زي ده يعني. بس انا حابب اشكر مجموعه ناس. الناس اللي ورا الكاميرا، محمد يوسف، السبونسر بتاع السبونسر بتاع البرنامج. عمرو علاء المونتير الشاطر بتاعنا، اللي هو الراجل ده بيتعب معانا جدا في المونتاج. بينا خناقات كتير قوي، في محتاجين نعمل كذا ونسوي كذا ومش عارف ايه. هو الراجل بيتعب معانا جامد جامد جامد، وهو ما شاء الله عليه شاطر جدا وبيعمل شغله بضمير كبير. فانا حابب اشكره، وحابب اشكر محمد عشان محمد اصلا هو الطبيعي ان هو بيكون موجود ورا الكاميرا برضه. يعني الراجل بيساعدنا في الخفاء. في خفاء مستمر، ودلوقتي ظهر خلاص ما بقاش خفي. إن شاء الله يختفي تاني فانا منتظر الناس انها تقول لنا رايها بكل زي ما هي عاوزه. يعني انتوا اعتبروا نفسكم حد ضمن اسره البرنامج ده. بلاش اسره، يعني عيلة البرنامج ده بتاعكم. فانتوا شوفوا حابين يتقدم ازاي ويتطور ازاي، واحنا مش هنتاخر في ان احنا نعمل ده. بس بتمنى لكم كل خير. يعني لو تساعدونا بشير، لو حسيتوا ان دي حاجه لذيذه لطيفه ممكن تتشير والناس تشوفها، اكون دي حاجه هتساعدنا ان احنا نوصل لناس اكتر. لو ساعدتونا بشير هتكون حاجه لطيفه جدا. رايك ما تبخلش عليه بينا. اعمل لنا لايك، مش عارف ايه، في بقى سبسكرايب في القناه والحاجات اللطيفه دي لو يعني حابين. بس كده انا خلصت، واتشرفت ان محمد امام كان معايا في ده مشهور قوي.